بيبدأ الانمي بفارس لابس اسود وهو في الغابة وبيقتل عدد كبير جدا من الوحوش بدون ما يحتاج المساعدة من اي حد، والظاهر كده ان الفارس ده عنده قدرات خارقة وقوة مختلفة. وعشان نعرف مين الفارس ده وايه حكايته بنرجع فلاش باك قبل مدة وبنشوف مجموعة من الفرسان وهم بيفتشوا في الغابة وبيقتلوا كل الوحوش اللي بتقابلهم واللي بتهدد امن مدينتهم وحياة السكان اللي فيها، وفعلا بيقدروا يقتلوا كل الوحوش اللي في الغابة وبعدها بيرجعوا للمدينة علشان ياخدوا مكافأة قتلهم للوحوش. وفي الوقت ده بنتعرف على بطلنا فيت الشاب الفقير اللي بيشتغل حارس لبوابة المدينة، واول ما بيشوف فيت الفرسان وهم داخلين المدينه بيحس بالقهر، وده لانه كان نفسه يكون فارس قوي زيهم، ولكن للاسف المهاره اللي عنده هي مهاره الشراهه، والمره دي مش بس بتخليه ضعيف، دي كمان بتخليه دايما جعان ومهما اكل عمره ما بيحس بالشبع. وفي نفس الوقت ده في المدينه بنشوف 3 اخوات من الفرسان المقدسين اسمهم الاخوه فليرك، وهم هادو ميل ورافال، وبيبان ان الاخوه ال3 بيتعاملوا مع كل السكان بغرور وتعالي، لدرجه ان لما واحد من التجار وقعت من عود برتقانه جنب هادو بيروح بيضربه بكل قوه وبيكون هيقتله، لكن على اخر لحظه بيسيبه، وده اللي بيخلي كل اهل المدينه يكرهوا الفرسان المقدسين خاصه الاخوه فليرك. وبعد كده بنشوف ال3 وهم رايحين للبوابه، وده علشان يدوا لفيت اجره لانه بيشتغل لصالح عيلتهم، وبيرمي له رافال فلوس قليله جدا على الارض، وبرغم الاهانه اللي فيت بيحس بيها الا انه بينزل ياخد الفلوس لانه للاسف جعان ومحتاج ياكل، ولكن ساعتها بيتفاجئ بهادو هو بيدوس على ايده وبيقول له انا لقيت زباله هنا ولازم ادوس عليها برجلي، ووقتها بيسمع هادو صوت معده فيت من شده الجوع، وده اللي بيخليه يتعصب ويضربه في بطنه اكتر من مره، وهو بيقول له انت مفيش منك اي فايده وكل اللي بتعمله انك بتجوعه بس، وده يخلي الناس تفكر اننا مش بنديك اجرك. وساعتها بتتدخل ميل في الكلام وبتقول له انت اصلا لحد دلوقتي عايش بسببنا وبسبب اننا بنشغلك وبنديلك فلوس، انت المفروض تكون ممتن لنا على الخدمه اللي بنقدمها لك. وبيزود رافال على كلامهم وبيقول الكلاب الجاريه لازم تتضرب وتتأدب عشان تطيع اسيادها، كل ده وهم لسه بيضربوا في فيت اللي وقتها كان بيفكر في ظلم الدنيا اللي حرمته من كل القدرات الخارقه اللي تخليه قوي واديتها لناس مغروره زي الاخوه فليرك اللي بيأذوا بيها الناس. وفي الوقت ده مفيش حد بيقدر يلحق فيت من تحت ايد هادو الى الفارسه روكسي، وبنعرف ان روكسي هي كمان فارسه مقدسه ومن عيله في نفس قوه عيله فيلريك، ولكن وقتها بيبان الفرق الكبير بين روكسي وبين الباقي، وده لما بتلومهم على اللي عملوه في فيت وبتقول لهم الفرسان المقدسين لازم يستخدموا قوتهم لمساعده الناس بدل ما يأذوهم، وانتوا كده بتستخدموا قوتهم بطريقه غلط. وطبعا كلهم بيستهزئوا بكلام روكسي وبيقولوا لها ما تتدخلش بينهم وبين الخادم اللي شغال عندهم، وبعدها بيسيبوها مع فيت وبيمشوا كلهم. ساعتها بتروح روكسي بسرعه تساعد فيت وتعالج له جروحه وبتعتذر له بكل احراج على اللي الاخوه فيلريك عملوه، لكن فيت كان عارف انها طيبه وان هي الوحيده اللي بتهتم بيه، وده بيتاكد له اكتر لما بيلاقي روكسي بتقول له احنا زمايل في حراسه البوابه، وعشان كده بطلب منك لو حد منهم اتعرض لك تاني قول لي وانا هعرف اتصرف معاهم. فبيطمنها فيت وبيقول لها ما تقلقيش انا خلاص اتعودت على المعامله دي والضرب اللي باخده منهم، وهم لما بيزهقوا مني بيسيبوني. وبعد ما بيسلمها فيت حراسه بوابه المدينه بيروح لمطعم بسيط للمدينه عشان يجيب اكل على قد الفلوس اللي معاه، ووقتها بيفكر في روكسي وبيكون عارف ومتاكد انه لو طلب منها المساعده هتساعده، لكن في نفس الوقت بيكون قلقان من الاخوه فيلريك خاصه رافال لانه عارف انه شراني وممكن يأذيها عشان يبعدها عن طريقه، وعشان كده بيقرر انه ما يدخلهاش في اي مشكله معاهم. وفي الوقت ده بيقطع افكاره صوت صاحب المطعم اللي بيساله اذا كان الاخوه فيلريك بيضربوه، وده بسبب اثار الضرب اللي باينه على جسمه، وبيفكروا ان ده كان نفس اللي بيحصل مع حارس البوابه اللي كان قبل ما يموت بسبب شده الضرب والارهاق، ولكن فيت مش بيرد عليه وبيسيب له فلوس الاكل وبيمشي، وطول الطريق بيمشي يفكر في حياته وبيسال نفسه ليه ما اتولدش بمهاره مفيده، انا ما كنتش عايز ابقى فارس مقدس بس على الاقل كان نفسي في مهاره تخلي ليا قيمه بدل المهاره اللي بسببها ماليش اي لازمه. للاسف الوضع مش هينفع يتغير دلوقتي وعشان كده مضطر نتاقلم عليه. واثناء ما كان فيت ماشي في شوارع المدينه بيشوف من بعيد 2 لصوص بيهربوا في اتجاه الغرب، وعشان كده بيجري بسرعه على روكسي وبيقول لها على اللي شافه، فبتطلب منه انه يحرس البوابه مكانها لحد ما تروح تقبض على الحراميه. وقتها كان فيت واقف بيفكر هل روكسي هتقدر تقبض عليهم، وساعتها بيتصدم بواحد من اللصوص وهو بيجري وبيهرب من البوابه. وقتها كان فيت خايف ومش عارف يتصرف، وفي نفس الوقت كان عايز يوقف الحرامي لحد ما روكسي تيجي وتقبض عليه، وعشان كده بيرفع الرمح في اتجاهه عشان يوقفه، ولكن بسبب سرعه الحرامي بيتصاب بالرمح وبيطعنه طعنه خطيره فبيموت. وقتها بتحصل مع فيت حاجه غريبه جدا وبيلاقي مهاره الشراهه اتفعلت في جسمه، وكمان اكتسب مهارتين جداد وهما التعرف والتخاطر. في نفس الوقت اللي بتوصل في روكسي وبتجري عليه عشان تتاكد انه بخير، واول ما بتلمسه بيسمع فيت صوت افكارها وهي بتفكر فيه وبتقول انها قلقانه عليه، وبمجرد ما بتشيل ايدها من عليه مش بيقدر يسمع صوت افكارها، وبسبب اللي حصل بتكون روكسي متاكده ان الاخوه فيلريك هيأذوا فيت لانه قتل شخص بدون علمهم، وعشان كده بتعرض على فيت انه يجي يشتغل في عيلتها بعيد عن ظلم عيله فيلريك. وفي البدايه كان فيت رافض وقلقان لانهم ممكن يأذوها، ولكن بعد اصرار من روكسي بيوافق على عرضها وهو حاسس ان الحياه تبدا تضحك له وتتحسن معاه. وفي اليوم ده بيرجع فيت للبيت وبيفكر في المهارات اللي اكتسبها فجاه وايه سببها، وبيحس انه ممكن يكون فارس زي ما بيتمنى، وعشان كده بيخرج تاني يوم فورا عشان يشتري سيف، ولانه ما كانش معاه مبلغ كبير بيضطر انه يختار من السيوف القديمه عشان يشتري منهم. وفي الوقت ده بيستخدم مهاره التعرف عشان يعرف ايه افضل سيف بينهم، وساعتها بيتصدم فيت لما بيلاقي واحد من السيوف بيتواصل معاه
وبيقول له اختار ان انا اللي هفيدك وهساعدك. وبرغم ان فيت كان مستغرب من اللي بيحصل الا انه فعلا بيختار السيف ده، هو بيعرف منه انه اسمه جيرد، وبيفضل جيرد يتكلم مع فيت وبيتعرف عليه. وفجاه وهم ماشيين في الغابه بيقول له جيرد خلي بالك في وحش قريب منك. وقبل ما يخلص كلامه بيتفاجئ فيت بوحش بيهجم عليه، وفي لحظه واحده بيكون قتل الوحش بالسيف جيرد. وقتها كان فيت مصدوم ومش عارف ازاي عمل كده، وفي نفس الوقت ده بيهجم عليه عشرات من الوحوش. وبرغم رعب وخوف فيت من الموقف اللي هو فيه الا انه مش بيستسلم وبيجري بسرعه وسط الوحوش وبيقتل فيهم واحد ورا التاني. وبعد دقايق بنشوف الوحوش وهي واقعه حواليه في كل مكان. وفي اللحظه دي لاول مره بيحس فيت بالشبع الكامل، ومعدته مش بتصدر اي صوت بسبب الجوع. وقتها بيقول له جيرد هي دي مهاره الشراهه، بتتغذى على ارواح الحيوانات اللي بتقتلها وبتحسسك بالشبع، ولكن في المقابل مش هتسمح لك انك تعلى في المستوى، ولكن عايز اعرفك انك لازم تخلي المهاره دي سر، وده لانها ممكن تسبب لك مشاكل كتير لو اتعرفت. وما تقلقش انا معاك وهساعدك ضد الوحوش. ومن بعد كلام جيرد بيطمن فيت وبيروح فورا على المدينه عشان ياخد مكافاه قتل الوحوش. واثناء ما كان ماشي في شوارع المدينه بيفكر هيعمل ايه بالمكافاه، بيخبط في شاب ومعاه بنت صغيره. واول ما فيت بيلمس البنت بيسمع صوت افكارها وهي بتطلب المساعده، وعشان كده بيعتذر للشاب وبيسمح له انه يمشي، ولكنه بيمشي وراه بسرعه وبيراقبه عشان ينقذ البنت. وبنشوف الشاب وهو واخد البنت دي في مكان مهجور وبيعذبها وهي مرعوبه منه، وهو بيقول لها المفروض تكوني سعيده، طفله ملهاش قيمه زيك بقى لها قيمه، لان الاخوه فيلريك اختاروك تكون لعبتهم الجديده اللي يعذبوها ويتسلوا بالامها. وفي نفس الوقت ده بنشوف راهبه في ملجأ ايتام بتتكلم مع الاطفال اللي هناك عن مهاره الفرسان المقدسين وازاي اكتسبوها بفضل راهبه وقديسه مخلصه، وده عشان يحموا بها باقي الناس الضعيفه اللي ما عندهاش اي مهاره. وبتقول الراهبه في العصور القديمه كانت كل البشر شبه بعض وما كانش في اي فرسان مقدسين. وقتها بيتكلم واحد من اطفاله وهو بيعيط وبيقول يا ريتني عشت في العصور القديمه لما كانوا البشر كلهم شبه بعض، بدل ما انا دلوقتي ما عنديش مهاره وماليش قيمه. وده خلى اهلي رموني في الملجأ لانهم مش عايزين طفل عالي عليهم. ساعتها بتتاثر الراهبه جدا بكلامه وبتروح تواسيه في نفس الوقت اللي بتتمنى فيه انها تلاقي البنت اليتيمه اللي اختفت فجاه من الملجأ. وبعد كده بنرجع للبنت المخطوفه اللي المجرم بيسيبها في المكان المخيف ده لوحدها، وساعتها بيظهر قدامها فيتو بيطمنها وبيقول لها ما تخافيش انا هنقذك من هنا. وقبل ما يخلص كلامه بيسمع صوت المجرم من وراه وهو بيقول في ناس غبيه كتير بتحاول تعمل فيها ابطال وتحقق العداله، وده بيبقى السبب في نهايه حياتهم. يا ترى بقى هتعرف تنقذ البنت دي ولا تحاربني؟ وقتها كان فيت محتار ومش عارف يعمل ايه، فبيقول له جيرد انا عندي فكره، هو دلوقتي متاكد انك اضعف منه وعشان كده مثل دلوقتي انك بتتراجع واهرب مع الطفله، وبعدها هاجم عليه فجاه وده يخليه متشتت فهتعرف تتغلب عليه. فبيعجب فيت بفكره جيرد وعشان كده بينفذها. واول ما المجرم بيطارده بيرمي فيت عليه الصناديق وده بيسيب له فرصه انه يهجم عليه، ولكن برضه المجرم ما كانش سهل وبيفعل في سيفه مهاره السيف الحاد وده بيخلي سيفه اقوى اضعاف السيف الطبيعي. ومع ذلك فيت مش بيستسلم وبيفضل يحاربه ويهاجمه لحد ما اخيرا بيقدر يطعنه ويوقعه على الارض. وساعتها بيساله مين اللي طلب منك تخطف البنت دي، وفي البدايه المجرم كان رافض يقول، ولكن بعد تهديد فيت وطعنه ليه مره تانية بيقول له ان هادو هو اللي طلب منه يخطفها. ساعتها فيت بيتصدم لان برغم معرفته ان الاخوه فيلريك اسوأ فرسان الا انه ما كانش متخيل ان بشاعتهم توصل للمرحله دي. وبعدها بياخد فيت الطفله وبيهربوا من المكان ده، وقتها بتشكره الطفله جدا انه انقذها، فبيطمنها فيتو وبيقول لها انه هيوصلها لبيتها، ولكن قبلها بيعرف انها جعانه وعشان كده بياخدها يشتري لها اكل. واول ما بتدوق الطفله كرات اللحم بتعيط، وده لانها ما دقتش طعم اللحم من وقت طويل جدا، ولان فيت فاهم احساسها لانه مر بيه بسبب فقره بتصعب عليه وعشان كده بيسيب لها اكل هو كمان. وبعدها بياخدها وبيرجعها للملجأ، وبنعرف ان دي نفس البنت اللي كانت مختفيه من الملجأ، واللي اول ما بتشوفها الراهبه بتجري تحضنها وهي فرحانه وبتشكر فيت لانه ساعدها ورجعها تاني لبيتها. وقتها كان فيت متفاجئ وده لان لاول مره في حياته حد يشكره. وقبل ما يمشي بينصح الطفله انها تفضل دايما سعيده وبتضحك، وبتكون دي النصيحه اللي والده قالها له قبل ما يموت. وبعد ما فيت بيطمن على الطفله وبيمشي بيتكلم معاه جيرد وبيقول له بس القتال النهارده كان صعب، والمجرم اللي كنت بتتخانق معاه كان اقوى منك، كفايه المهاره اللي فعلها على سيفه واللي كانت ممكن تقضي عليك لولا ان الحظ كان في صالحك. انا ما رضيتش اقول لك الحقيقه وقت القتال لانك كنت بتعمل خير وبتنقذ طفله. ساعتها بيقول له فيت انا لو كنت اعرف ان حياتي في خطر اكيد كنت هختار حياتي. وبعدها بيروح فيت يشتري لبس جديد عشان الشغل الجديد اللي هيبدا فيه بكره عند عيله روكسي، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيروح فيت لقصر عيله روكسي وهو لابس لبسه الجديد، واول ما بتشوف روكسي بتخرج عشان تستقبله. ساعتها بيتصدم فيت منها ومن جمالها، وده لانه لاول مره يشوفها من غير لبس الفرسان، وفعلا بيعترف لها فيت انها جميله جدا، فبتتكسف روكسي من كلامه وبتقول ان هو كمان شكله مختلف بلبسه الجديد. وبعدها بترحب بيه روكسي في القصر، واول حاجه بتعملها هي انها بتاخده لقبر والدها. وقتها بيبان عليها الحزن وبتقول لفيت والدي توفى من 5 ايام اثناء ما كان بيحارب تنين مقدس، وللاسف من بعده انا اللي مسكت امور كل العيله، وده مخليني حاسه بالتوتر، ولكن اكيد اعرف اتاقلم مع الوضع الجديد. ودلوقتي
ودلوقتي بعد ما قدمتك لوالدي اقدر ارحب بيك كفرد من العيله في القصر. وبعدها بترفع ايديها عشان تسلم عليه، فبيفتكر فيت ان لو لمسها يقرا افكارها، وعشان كده بيحاول انه يتجنب السلام عليها. ولحسن الحظ بتوصل كبيره الخدم في الوقت ده اللي بترحب بفيت، وبعدها بتاخده معاها عشان تعرف له شغله الجديد. وعلى غدا بيتجمع فيت مع باقي الخدم اللي في القصر، وقتها الكل كان مصدوم منه ومن تصرفاته، وده لانه بياكل اللحم بطريقه مفترسه جدا وهو بيصرخ، وده لانه بقاله 5 سنين كاملين ما دقش فيهم طعم اللحم. وبيعدي فتره على وجود فيت في القصر بيشتغل عند عيله روكسي، وبيكون خلاص بدأ يتعود على الشغل والناس اللي معاه. وفي يوم واثناء ما كان واقف بيتكلم مع 2 من العاملين في القصر، فجأة بيحس بجوع شديد ومعدته بتبدأ تصدر أصوات الجوع. فبيستغرب فيت لأنه كان لسه متغدي من وقت قليل جدا. وفي الوقت ده بتجيله كبيرة الخدم وبتقوله إن السيدة روكسي في انتظاره، فبيروح لها فيت عشان يعرف محتاجاه في إيه. وقتها بتطلب منه روكسي إنه يقعد يشرب شاي معاها، وبتبدأ تسأله عن رأيه في الشغل معاهم وإذا كان مرتاح فيه وتأقلم عليه ولا لا. كل ده وفيت مش مركز معاها، وده لأنه بيحس إنه بيجوع أكتر وبيكون مش فاهم سبب الجوع ده، لحد ما فجأة بيحس بدوخة شديدة، وفي ساعتها بيقع مغمى عليه. وبعد فتره بيفوق فيت وبيلاقي نفسه في اوضته، وفي جنبه رساله من روكسي بتقول له فيها انها ادت له اجازه تاني يوم، وبتطلب منه يرتاح ويهتم بصحته. وقتها كان فيت مستغرب ومش عارف ايه اللي بيحصل معاه، وعشان كده بيسال جيرد يا ترى عندك اي معلومه عن اللي حصل معايا. فبيقول له جيرد انت سالت السؤال ده متاخر جدا، انت ناس ان مهاره الشراهه خلاص اتفعلت عندك، وعشان كده لازم تشبعها دايما بارواح الوحوش اللي بتقتلهم. ولانك بقالك فتره بعيد عن اصطياد الوحوش، مهاره الشراهه رجعت حسستك بالوجوع مره تانية، ولكن المره ده هيكون الاحساس اقوى وهيفضل يزيد لحد ما يموتك او لحد ما يخليك تفقد السيطره على نفسك وتقتل اي حد قدامك بدون ما تعرف حتى هو مين. وبيكمل جيرد كلامه وبيقول له بس اللي لازم تعرفه هو ان كل ما جوعك بيزيد كل ما بيظهر على عينك. وقتها بيروح فيت يشوف نفسه في المرايه وبيتفاجئ ان عينه اتحولت للون الاحمر، وعشان كده بيقرر انه لازم ينزل يصطاد. وفعلا بينزل فيت مع جيرد وسط باقي الصيادين وهو متخفي، وبيعرف من جيرد معلومه جديده وهي ان الوحوش الاضعف منه هتخاف منه لدرجه انها هتتسمر في الارض. وفعلا ده اللي بيشوفه فيت اول ما بيدخل الغابه، لانه بيلاقي عدد كبير من الوحوش واقفين مكانهم وخايفين يتحركوا بسبب قوه فيت اللي اعلى منهم، وده اللي بيخليه يقضي عليهم بكل سهوله. ولكن برضه بيكون لسه ما شبعش وعايز وحوش اكتر، وعشان كده بيتعمق اكتر جوه الغابه. وساعتها بيشوف زعيم الوحوش واللي كان حجمه ضخم جدا، فبيستخدم فيت مهاره التعرف اللي معاه، وبيقدر يعرف ان زعيم الوحوش عنده مهاره جديده اسمها مهاره الصحه، ودي اللي بتدي لصاحبها القوه وبتعالج جروحه بسرعه في المعارك. وعشان كده بيقرر فيت انه لازم يقتل زعيم الوحوش وياخد منه المهاره دي. وفي البدايه بيتردد لما بيشوف الزعيم بياكل وجبته واللي كانت عباره عن جثه انسان، ولكنه في النهايه بيتشجع ياخد خطوه المواجهه، وبيقدر بمساعده جيرد انه يهجم على زعيم الوحوش في الوقت المناسب ويقضي عليه. وساعتها بتتنقل ليه مهاره الصحه، ده غير انه اخيرا بيحس بالشبع. لكن وقتها بيقول له جيرد دلوقتي انت محتاج تصطاد المره الجايه وحوش اكتر، وعشان كده محتاج انك تزيد في المستوى. وبما ان مهاره الشراهه هتمنعك انك تعمل كده، فموجود حل تاني وهو انك تنقل كل المهارات والقوه اللي بتوصلك من الوحوش، وساعتها انا اللي هعلي المستوى وده هيساعدك انت. فبيوافق فيت على كلامه لانه عارف ان جيرد هو شريكه الوحيد، وفعلا بينقل له كل المهارات اللي اكتسبها من قتل الوحوش. فبيتقبل جيرد منه المهارات والقوه دي كلها، وبيتنقل من المستوى الاول للمستوى الثاني، وده اللي بيخليه يتحول فجاه لرمح سحري. وبمجرد ما بيستخدم سهم واحد منه بيعرف مكان فارسته وبيطاردها لحد ما بيقتلها. فبيفرح فيت بشكل جيرد الجديد وبيتشجع للمغامرات اللي هياخدها بعد كده. وبعد كده فيت بيحط ودن الزعيم الوحوش عند باب الملجأ، وده عشان يقدروا يسلموها لحكومه المدينه ويثبتوا انهم قتلوه فياخدوا المكافاه واللي هتساعدهم وتوفر لهم حاجات كتير كان نفسهم فيها. وتاني يوم بنشوف فيت بعد ما رجع لشغله في القصر بشكل طبيعي، وقتها بنشوف بنت غريبه بتتسلل عشان تخرج من القصر، فبيروح لها بسرعه وبيسالها انت مين. وقتها بيكتشف انها روكسي ولكن متنكره، ولما بيسالها انت رايحه فين وليه لابسه كده، بتقول له انا نازله للسوق وسط المدينه عشان اتفقد احوال الشعب، وعشان كده لازم اتنكر عشان اعرف منهم الحقيقه من غير خوف. وبما انك عرفت خطتي فايه رايك انك تنضم ليا وتروح معايا؟ وطبعا فيت مش بيمانع وبيوافق يروح مع روكسي للمدينه. وقتها بتفرح روكسي جدا وبتمشي طول الطريق تغني وترقص بشكل عفوي، خاصه لان كل دي رفاهيات ممنوعه منها لانها حارسه مقدسه وليها هيبه ووقار وسط سكان المدينه بلبس الفرسان. وقتها بينادي فيت عليها باسم روكسي، فبتحذره روكسي بسرعه وبتقول كده هتكشف، لازم تناديله باسم تاني، ايه رايك في اسم روكي؟ وبرغم انه اسمه قريب جدا من روكسي الا انه بيوافق عليه. وساعتها بتلاحظ روكسي السيف اللي مع فيت لاول مره وبتستغرب وبتساله انت ليه شايل سيف؟ وقتها بيتوتر فيت وده لانه مش عايز يعرفها السبب الحقيقي ولا عايز يعرفها بالمهاره اللي عنده لانها ممكن تكون خطر عليها. ولحسن الحظ ان السيف بيقع من فيت، فبتنسى روكسي اسئلتها وبتمسك السيف بسرعه وبتفحصه وبتعرف فيت انه محتاج صيانه، وعشان كده هتوديه لحداد كويس يصلح له السيف. وبعدها بيروحوا سوا للسوق وهناك بتشوف عنب شكله جميل وبيعجبها، فبيديها التاجر هي وفيت منه عشان تجربه. واول ما فيت بياكله بينبهر من طعمه الجميل عشان تفاجئه روكسي وتقول له العنب ده من مزارعنا. فبيستغرب التاجر وبيسالها هو انت من عيله هارت المقدسه؟ وهارت دي هي اسم عيله روكسي. فبتتوتر روكسي وبتكون مش عارفه ازاي تخرج من الورطه دي لحد ما بيتدخل فيت وبيقول له لا، ولكن عندها قريبها
وقتها بيشتغل هناك في المزرعه، ولحسن الحظ ان التاجر بيقتنع بكلامه ومش بيشك فيهم. وبعد كده بيكمل فيت وروكسي جوله في السوق، وفي الوقت ده بيوصل فارس مقدس للسوق، فبيخاف كل الناس وبيوسعوا له الطريق عشان يعدي. وللاسف وقتها بتصدر معده فيت صوت الجوع اللي بيسمعه الفارس وبيعتبره اهانه ليه، وعشان كده بيخاف فيت وبيرجع فورا يعتذر منه. ومع ذلك بيكون الفارس مصمم انه يضربه. ساعتها بتتدخل روكسي وهي في قمه الغضب، وبتقول له انه بيستخدم قوته غلط، وانه ما ينفعش يتعامل كده مع الناس لانه بيسوء من سمعه الفرسان المقدسين. وقتها بيتعصب الفارس اكتر من كلامها، لكنه في نفس الوقت بيقول انا حاسس اني شفتك قبل كده. فبيبدا باقي الناس تركز معاها، وفي منهم بيعرف انها الفارسه روكسي. وهنا كان فيت عايز يساعدها ولكن مش عارف يتصرف، لحد ما بيقترح عليه جيرد انه يمثل انه خاطبها. واكيد الناس هتتاكد انها مش روكسي، لانها مش هتتخطب لمجرد شخص عادي. وفعلا بينفذ فيت الخطه وبيمثل انها خطيبته، وبسرعه بتندمج مع روكسي في التمثيل وبتعتذر للفارس على الطريقه اللي عملته بيها، وبتهرب بسرعه هي وفيت من قدامه. ولحسن الحظ ان الكل بيصدق الكذبه دي ومحدش بيقتنع انها روكسي اللي كانت وقتها مستخبيه بعيد عن الناس، ولانها ماسكه ايد فيت بيقدر يقرا افكارها ويعرف ان قلبها بيدق لانها لاول مره تتعرض للموقف ده. فبيبعد فيت عنها فورا عشان يبطل يقرا افكارها. في نفس الوقت اللي بتشوف في روكسي بقى المجوهرات، فبتروح تشوف المجوهرات اللي عنده. وقتها بيستغرب فيت انها كمان بتحب المجوهرات، فبتقول له روكسي انها في النهايه بنت وبتحب كل اللي البنات بتحبه. وبعدها بتمسك روكسي حجر كريم بيكون عاجبها جدا، وبيعرف فيت ان في احجار كريمه تانية خام، ودي بيكون مش معروف ايه نوع الحجر، ولكن فيت بيقدر يستخدم مهاره التعرف وبيعرف ايه الاحجار الكريمه الموجوده في الاحجار الخام. ولكن في النهايه بتمشي روكسي من غير ما تشتري حاجه، وبتقول انا كده كده مش هستخدمها فهشتريها ليه. وبيكملوا هما الاثنين طريقهم لحد ما بيسمعوا اتنين من الفرسان بيتكلموا عن وحش غريب ظهر في الغابه وبيقتل الوحوش بطريقه مرعبه. وقتها بيلفت نظر روكسي كلامهم وبتروح تسالهم اكتر عن الوحش، ولكنهم بيعرفوها ان ما عندهمش تفاصيل كتير عن الموضوع، وانها لو عايزه تعرف عن الموضوع تسال الفرسان اللي بتصطاد من الغابه. وقتها بتطلب روكسي من فيت انه يوديها لمكان الفرسان، وبتعترف له ان مهمتها الاساسيه كانت البحث ورا الوحش ده. فبياخدها فيت للمطعم اللي بيجتمع فيه الفرسان، وبيكون ده نفس المطعم اللي فيت كان متعود يقعد فيه دايما. وعشان كده اول ما بيشوف صاحب المطعم بيفرح جدا، وده لانه فكر ان فيت مات بسبب تعذيب الاخوه في ليريك. لكن فيت بيطمنه انه ساب الشغل معاهم ودلوقتي بقى بيشتغل مع روكسي. وقتها بيطلب منه فيت يقول له معلومات عن الوحش اللي ظهر في الغابه. فبيبدا صاحب المطعم يحكي له، وبيقول له النهارده واحد من الفرسان جمع ثروه كبيره جدا، وده بسبب انه راح الغابه لقى مجموعه كبيره من الوحوش المقتوله ولكن ودنها موجوده مكانها. وده معناه ان مش فارس اللي قتلها، لان لو فارس اللي قتلها كان زمانه اخد ودن الوحوش عشان ياخد المكافاه، ولكن بما انها كانت موجوده يبقى وحش هو اللي قتلهم. وعشان كده الاخوه في ليريك نظموا حمله للبحث عن الوحش ده والتخلص منه. ساعتها بيكتشف فيت انهم اصلا بيتكلموا عليه لان هو اللي قتل كل الوحوش دي امبارح، وده بيخليه يتوتر ومش عارف يتصرف. في نفس الوقت اللي بيدخل في مجموعه من الفرسان، ولما بيشوفوا روكسي بيحاولوا يضايقوها، ولكن هنا روكسي بتظهر قوه الفرسان المقدسه وبتضرب واحد منهم. ومش بس كده، دي كمان بتكشف عن نفسها، وساعتها بيتصدم كل الفرسان وبيركعوا عشان يطلبوا منها العفو. فبتحس روكسي بالحزن وبتقول لهم انا بحس بالاحراج لما بتتعاملوا معايا بالطريقه دي، لان المفروض الفرسان المقدسين هم اللي يوفروا لكم الامان مش يكونوا مصدر للخوف. وبعدها بتسامحهم وبتوافق تقعد معاهم، وكمان بتتعامل معاهم بكل تواضع. وبعد فتره بتخرج روكسي من المطعم مع فيت اللي وقتها بيسالها ازاي الاخوه في ليريك ما قالوش ليكي على الحمله اللي نظموها. فبتقول له روكسي لانهم مش عايزين نكون موجوده معاهم في اي حاجه، ولكن شكرا لك يا فيت، لولاك ما كنتش هعرف كل المعلومات المهمه دي. واثناء ما كانوا ماشيين سوا بيسمعوا صوت طفل بيصرخ، ولما بيروحوا يساعدوه بيكتشفوا ان الاخوه في ليريك هم اللي واخدينه. وبيقول واحد منهم انهم عايزين يساعدوه لانه ضايع من اهله، لكن فيت بيكون عارف انهم هيخطفوه زي ما عملوا مع البنت اليتيمه قبل كده. وعشان كده اول ما بتوصل له روكسي ينقذ الطفل بيروح فورا وبياخده منهم. وبعدها بتسالهم ليه ما عرفوهاش بحمله تفتيش الغابه، فبيكذبوا وبيقولوا ان والدها كان لسه متوفي وكانوا عايزينها ترتاح، ولكن طبعا روكسي مش بتصدق كلامهم. وبعدها بتاخد الطفل معاها وبتبحث هي وفيت عن والدته. وقتها بيفتكر فيت طفولته لما تاه من 5 سنين، وقتها ما كانش عارف يعمل ايه في المدينه الجديده عليه، لحد ما بتيجي فارسه صغيره وبتنقذه وكمان بتديله اكل لانه كان جعان. ولحد دلوقتي فيت بيتمنى يوصل للفارسه دي عشان يشكرها. وبعد فتره من البحث عن والده الطفل اللي معاهم للاسف بيفشلوا انهم يلاقوها، وده بيخلي الطفل ينهار ويعيط. فبتطمن روكسي انها هتاخده معاه للقصر، وتاني يوم هيرجعوا يبحثوا عنها مره تانيه. وقبل ما يمشوا من المكان بيتفاجئوا بوالده الطفل وهي بتجري عليهم، واخيرا بيرجع الطفل لوالدته اللي بتشكرهم جدا على مساعدتهم. وبكده بتخلص مهمتهم فبيرجعوا للقصر. وبالليل بيتكلم فيت مع جيرد وبيقول انا لازم اخبي وشي بعد كده وانا بصطاد عشان ما ينفعش حد يتعرف عليا. وفعلا ده اللي بيخلي فيت تاني يوم ينزل يشتري قناع على شكل جمجمه عشان يبقى يستخدمه اثناء الصيد. ومش بس كده، ده كمان بيشتري الروكسي واحده من الاحجار الخام وبيروح عشان يقدمها ليها. واول ما بتشوفها بتفرح جدا وبتفتح اكتر لما بتفتحه، وبتلاقي فيه نفس الحجر اللي كان عاجبها من البدايه. وطبعا ما كانتش تعرف ان فيت مستخدم مهاره التعرف عشان يقدر يجيب لها الحجر اللي كان عاجبها، وعشان كده بتشكره على الهديه. ومن اليوم ده فيت بيستخدم القناع وهو بيحارب الوحوش، خاصه لانه بقى مضطر يخرج يقتل الوحوش كل يوم عشان يشبع مهاره الشراهه اللي بتزيد عنده كل يوم عن اللي قبله. وبيتعرف فيت وسط الفرسان باسم الليتش ومعناه الجثه.
واول الفرسان ما بتشوفه في الغابه بيهربوا فورا ومش بيفكروا انهم يدخلوا معاه في اي معركه، ولكن كل ده بيحصل بالليل. اما بالنهار ففيت مجرد عامل بسيط في قصر عيله روكسي، وفي يوم بتروح روكسي لفيت وبتطلب منه انه يروح معاها في مهمه سريه، فبيستغرب فيت وبيسالها يا ترى ايه المهمه دي، وبيتفاجئ لما بيعرف ان المهمه السريه هي زياره لمزارع العيله، وده عشان يبداوا موسم حصاد العنب. واول ما بيوصلوا المزرعه بيلاقوا والده روكسي في استقبالهم، وقتها بتتخانق روكسي معاها لانها خرجت من اوضتها، وده لانها مريضه ولازم ترتاح، ولكن والدتها بتقول لها انا كان لازم اخرج استقبل فيت بما انه فرد جديد مننا. وبعدها بتساله يا ترى يا فيت انت معجب بروكسي؟ وطبعا السؤال ده بيوتر فيت وروكسي بيكونوا مش عارفين يردوا بايه، لحد ما بتصحح له الام السؤال وبتقول له اقصد يعني كفارسه مقدسه. فبيرد عليها فيت بسرعه وبيقول لها روكسي من افضل الفرسان المقدسين، وانا نفسي افضل اخدمها واساعدها لحد اخر يوم في حياتي. وطبعا كلام فيت بيخلي روكسي تحس بالاحراج فبيتسيبهم وبتدخل البيت بسرعه. وقتها بتضحك الام بتقول دي دايما كانت طبيعه روكسي من صغرها، واول ما بتتوتر كانت بتهرب. روكسي كانت بنت رقيقه جدا ودايما بتعيط، ولكن من وقت ما بقت فارسه مقدسه وهي اتغيرت. انا قلقانه عليها وخايفه انها تنهار بسبب المسؤوليات اللي عليها. فبيطمنها فيت وبيقول لها روكسي من اقوى الفرسان وانها بتدير شؤون العيله بشكل كويس جدا، وكمان بتحل مشاكل الناس وده مخلي كل الناس بتحبها. وكلام فيت فعلا بيطمن الام. في نفس الوقت اللي كانت روكسي في اوضتها وقتها بتشوف صوره ليها هي ووالدها في طفولتها، فبتتاثر جدا وبتفتكر كل ذكريات تدريبها مع والدها لما وعدته انها هتكون فارسه مقدسه قويه يكون فخور بيها. وقتها بتفوق روكسي من ذكرياتها وهي بتقول لوالدها انا حاسه اني ما وفيتش بالوعد، وحاسه ان مش فارسه مقدسه قويه، انا لازم اكون اقوى من كده. اما فيت فبيكون بدا في حصاد العنب مع المزارعين، وقتها بيجي واحد من المزارعين يطمن عليه وبيقول له روكسي ووالدها كانوا متعودين دايما يجوا وقت الحصاد يساعدونا. انا ما كنتش اتخيل ان روكسي هتكمل نفس مسيره والدها، ولكنها فاجئتنا كلنا بزيارتها لنا السنه دي. وبيعرف فيت كمان من المزارع ان في وحوش بتظهر هنا كل سنه، والوحوش دي بيكون هدفها انها تاكل محصولهم، وعشان كده كان بيحاربها والد روكسي مع الفرسان لحد ما بيقضي عليهم. وفي الوقت ده بتبدا معده فيت تصدر صوت الجوع، فبيعرف ان ده الوقت والمكان المناسبين اللي يقتل فيه الوحوش ويشبع مهاره الشراهه اللي عنده. وفي نهايه اليوم ده بيشوف روكسي بنت جايه من نفس اتجاه اماكن تواجد الوحوش، وبيبان عليها انها مش من سكان القريه، وده بسبب شكلها ولبسها المختلف عنهم. ده غير انه بيتصدم لما بيشوف لون عينها الاحمر، وبيعرف ان هي كمان عندها مهاره الشراهه، وبيحاول يستخدم مهاره التعرف عشان يعرف منها اي حاجه لكنه بيفشل. ساعتها بتعدي البنت من جنبه وبتقول انا هسيب لك الوحوش اللي هنا تشبع بيهم، ولكن هتكون مدين ليا بجميل تاني لازم تنفذه. وبعدها بتمشي وبتكمل طريقها بكل هدوء. وقتها كانت روكسي هي كمان رايحه لفيت فبتشوفها وبتقول غريبه ازاي في واحده من سكان جاليا هنا، احنا اول مره نشوفهم. فبيستغرب فيت وبيسالها ازاي من سكان جاليا، مش دي المدينه اللي استولت عليها الوحوش ودمرتها هي وشعبها؟ فبتاكد روكسي على كلامه وكلامها بتزود عليه وبتقول له قبل 1000 سنه جاليا كانت مملكه قويه وكانت متقدمه جدا، وده قبل ما تظهر الوحوش وتدمرها وتقضي عليها، وما فيش غير عدد قليل جدا اللي نجا منها، والظاهر ان البنت دي منهم. وبعدها فيت بيقول لروكسي انه عرف بموضوع الوحوش وبيسالها يا ترى هتقدر تحاربيهم لوحدك؟ فبتطمن روكسي وبتقول له مش هكون لوحدي، انا هيبقى معايا الفرسان اللي في القريه، وما تقلقش انا فارسه مقدسه وقوتي اكبر من اي فارس عادي. وبرغم كلام روكسي الا ان فيت بيكون لسه قلقان، خاصه لما بيصحوا تاني يوم وبيشوف الوحوش اللي هجمت على المزرعه ودمرت جزء كبير من المحصول، وعشان كده بتقرر روكسي انها تبدا هجوم على الوحوش اللي في الغابه تاني يوم. وقتها بيكون فيت دخل بنفسه للغابه عشان يعرف نوع الوحوش اللي هناك، وبيتصدم لما بيشوف زعيم الوحوش دي واللي بيقدر يعرف بمهاره التعرف الخاصه بيه انه مش مجرد وحش عادي، وانه نوع من الوحوش المتوهجه وقوته في المستوى ال50. وبرغم ان جيرد بيحذر فيت ان المعركه بينهم هتكون صعبه، الا انه بيصمم يروح بالليل عشان يقتل الوحش بنفسه ويبقى حمى روكسي من الخطر، وكمان شبع رغبه الشراهه اللي عنده. وفعلا في نفس اليوم بالليل بيرجع فيت للغابه وهو لابس القناع، وبيبدا في قتل كل الوحوش اللي بتظهر قدامه عن طريق خاصيه الرمح اللي اكتسبها جيرد. ولما بيحس فيت ان الوحوش بدات تقل بينزل بنفسه عشان يواجه الوحش الكبير، واللي بيكون وحش مش سهل ابدا، وما فيش اي ضربه بتاثر فيه، لدرجه ان فيت بيقدر انه يقطع ايده ومع ذلك مش بيتاثر بقوه كبيره، لحد ما جيرد بيقول لفيت زودني في الطاقه وانا هقدر اخلص عليه لما اتنقل لمستوى اعلى. وفعلا بيسمع فيت كلام جيرد وبيزوده بالطاقه من جسمه، وساعتها بيصنع جيرد سهم سحري قوي جدا لدرجه انه مش بس بيقتل الوحش ده كمان بيدمر الارض من تحته. واخيرا بيقدر فيت يتخلص من كل الوحوش، ولحسن الحظ ان مهاره الصحه اللي عنده بتساعده على ان جروحه تتعالج بسرعه. ولكن فجاه بيبدا فيت يحس بتوهج غريب بيخرج من جسمه، ده غير الالم الشديد واحساس الاختناق اللي بيحس بيه. وقتها بيقول له جيرد ده بسبب انك اكلت روح اعلى منك في المستوى، تماسك يا فيت والا الروح هتسيطر عليك وهتقضي عليك. وبرغم الالم الشديد اللي بيحس بيه فيت الا ان لحسن الحظ بيقدر فعلا يتماسك. وتاني يوم بتروح روكسي مع الفرسان عشان يحاربوا الوحوش، وبيتفاجئوا بالفوضى الكبيره اللي حصلت في الغابه وبالوحوش الميته في كل مكان، وبيسالوا نفسهم يا ترى مين اللي عمل كده. وبترجع روكسي من الغابه تحكي اللي شافته لفيت ووالدتها. وقتها فيت كان قلقان على روكسي تشك فيه، ولكن لحسن الحظ انها بتشك في البنت اللي شافوها من مدينه جاليا، وده بيخليه يطمن. وقبل ما روكسي وفيت يرجعوا للمدينه مره تانيه بتطلب والده روكسي انها تتكلم معاه على انفراد، ولما بيروح لها بتقول له انا مريضه
النهارده، وخلاص عارفه ان بقالي ايام في الحياه، وعشان كده عايزاك توعدني انك تفضل جنب روكسي وتحميها عشان اموت وانا مطمنه. فبيوعدها فيت انه هيفضل جنبها ومش هيسيبها. وبعدها بيرجع فيت مع روكسي للمدينه، وبيروح المطعم اللي متعود يقعد فيه، وبيفكر هل هيقدر فعلا يحمي روكسي، لحد ما بيسمع شخص عجوز بيتكلم عن الرحله اللي نظمها الاخوه فيليرك لمدينه جاليا، وده عشان يطهروها من الوحوش اللي فيها. ولكن الغريب ان ولا واحد منهم في الرحله. ساعتها بيفتكر فيت كلام روكسي عليهم لما كانت بتقول انهم عايزين يخلصوا منها لانها عقبه في طريقهم، وعشان كده بيروح بسرعه للقصر عشان يسالها اذا كانت مشتركه في الرحله دي، وبيتصدم انها مش بس مشتركه فيها، لا وكمان هي رئيستها. فبيعرف انهم عملوا كده عشان يتخلصوا منها، وده اللي بيخليه يطلب من روكسي ترجع في قرارها. لكن روكسي بترفض وبتقول انها لازم تروح الرحله دي في نفس الوقت اللي كان الاخوه فيليرك بيحتفلوا فيه انهم اخيرا هيتخلصوا من روكسي. وبيقرر رافال وميل انهم يسافروا لمدينه تانية، وده لانهم بيعملوا ابحاث عشان يوصلوا لتعويذه الخلود. اما هادو فبيقرر انه يفضل في المدينه عشان يطارد الليتش ويخلص عليه. وفعلا بيخرج هادو وباقي رجالته في رحله بحث عن الليتش في الغابه، ووقتها كان فيت مستنيهم هناك بإقناعه المرعب. واول ما بيشوفوا هادو بيسالوا بكل غرور هو انت بقى الليتش؟ ولاول مره بيقف فيت قدام هادو وهو مش خايف منه، ولما بيقرر هادو انه يهجم عليه بيقطعوا رجالته، وبيقولوا انهم هيخلصوا المهمه دي مكانه. وفعلا بيبدا رجاله هادو يهجموا على فيت عشان يخلصوا عليه، ولكنهم ما كانوش يعرفوا قوته الجباره اللي بتقضي عليهم واحد ورا التاني بكل سهوله. وساعتها مهاره الشراهه بتتنشط في جسم فيت، وبسببها لون عينه بيتغير وبيبقى شكل مرعب، وده اللي بيخلي بقى رجاله هادو يترعبوا ويهربوا بعد اللي شافوه. وفجاه هادو بيلاقي نفسه واقف لوحده ضد الليتش اللي اكتشف انه اقوى مما كان يتخيل، وده اللي خلى الخوف يبان عليه وبدا يترعش وهو بيهدده وبيقول له خلي بالك انا فارس مقدس وممكن اقضي عليك. ساعتها بيظهر فيت نفسه، اول ما بيشوفه هادو بيتصدم وبيساله ازاي شخص ضعيف زيك اكتسب كل القوه دي. فبيرد عليه فيت بكل برود وبيقول له انا مش محتاج ابرر لك سبب قوتي. وبعدها بيكمل كلامه وبيقول له انت كل مره بتهدد الكل بقوه الفارس المقدس، دلوقتي جه الوقت انك تظهرها. وبيسال جيرد بعدها اذا كان يقدر يحارب سيف هادو، فبيطمنه جيرد وبيقول له اضرب براحتك، مش سيف هادو الضعيف اللي يقدر يقف قصاد قوتي. وكلام جيرد بيطمن فيت وبيخليه يهجم على هادو بكل قوته. وقتها كان هادو بيفعل قوه الفارس المقدس على سيفه، وقبل ما يهجم بيه على فيت بيقدر فيت يتفادى ضربته ويقف وراه. وفجاه وقبل ما هادو يضربه مره ثانيه بيستخدم فيت سيفه وبيكسر بسيف هادو وبيدمره تماما، وبكده يكون ضمن ان هادو خسر قوه الفرسان المقدسه اللي كانت في سيفه. وهنا بيبدا هادو فعلا يترعب وبيحاول يبعد عن فيت ويهرب منه، ولكن فيت مش بيسمح له انه يهرب، وبيمسكه قبل ما يجروا بيقول له انت محتاج ان اعلمك درس، لان الكلاب الجاريه لازم تتضرب وتتادب عشان تسمع كلام اسيادها. وقتها بيفتكر هادو ان ده نفس الكلام اللي كان بيقولوا له لفيت قبل ما يعذبوه، وقبل ما يفهم هادو اللي هيحصل بيتفاجئ بفيت وهو بيضرب وشه في كل شجر الغابه، ومن قوه وشده الضربه بتقع الاشجار وبتتدمر. وقتها كان هادو خلاص اتصف في كل حته وتعب من شده الضرب، وبيترجى فيت انه يرحمه من التعذيب ده. فبيقول له فيت ولما انا كنت بطلب منكم ترحمون كان بيبقى ايه ردكم؟ وبعدها بيستخدم فيت قوه سهام جيرد السحريه وبيضرب هادو بسهم منهم بيطيره في السماء وبيوقعه مره تانية على الارض، ولكن المره دي وهو فقد اطرافه، وبيكون هادو خلاص في لحظاته الاخيره. وقبل ما يموت بيروح له فيت وبيساله ليه روكسي وافقت انها تبقى قائده رحله الجاليا. فبيقول له هادو هي اللي طلبت كده عشان تقضي على الوحوش اللي هناك وتنقذ اي حد حتى لو شخص واحد بس. وبيتوسل له هادو وبيقول له انا هلغي الرحله كلها بس ارجوك سيبني اعيش. ولكن فيت وقتها كان فاكر كل اللي هادو عمله فيه، وعشان كده بيقول له الانتقام ده ليا انا مش لروكسي. ومن بعد الجمله دي بيغرز فيت السيف في قلب هادو وبيقضي عليه تماما، وساعتها بتتنقل كل قوه هادو لفيت اللي وقتها بيكتشف انه اكتسب قوه فارس مقدس، وعشان كده بيقول له جيرد دلوقتي تقدر تخلينا نتنقل للمستوى الثاني. وفعلا فيت بيعمل كده لما بينقل كل قوته لجيرد اللي وقتها بيتحول لمنجل ضخم بيقدر يقطع اي حاجه بطريقه سحريه وبكل سهوله، وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بتكون روكسي خلاص جهزت لرحلتها، وقبل ما تمشي بتسلم على كل العمال والخدم اللي في القصر وبتوعدهم انها ترجع بامان بعد 3 سنين لان دي مده الرحله. ولما بيجي دور فيت بتسلم عليه وبتوعد انهم هيتقابلوا مره تانية، وبعدها بتمشي فيت من القصر عشان تبدا رحلتها. وقتها بتيجي كبيره الخدم تسلم فيت جواب من روكسي وبتقول له ان في توصيه ليه انه يشتغل في واحده من العائلات الكبار لحد ما روكسي ما ترجع. فبيشكرها فيت على الجواب، ولكنه بيقول لها انه قرر يسيب الشغل ويبدا رحلته في الصيد هو كمان، وعشان كده قبل ما يمشي بتديله كبيره الخدم مبلغ كبير من العملات المعدنيه، وبتقول له ان ده كل مرتبه اللي كان شغال بيه عندهم. وفي نفس اليوم بيودعوا فيت هو كمان. وفي الحقيقه بيكون فيت قرر يسافر لجاليا هو كمان، وده عشان يفضل جنب روكسي ويحميها من غدر عيله فيلريك، وفي نفس الوقت يصطاد وحوش اقوى يقدر يشبع بيها الشراهه اللي عنده. وفعلا بيبدا فيت رحلته للوصول للمدينه في نفس الوقت اللي بيكون روكسي اجتمعت فيه مع باقي الفرسان اللي هينضموا لرحلتها، واللي بيكون من ضمنهم ميريا وموجان، واللي بيكونوا عارفين روكسي من سنين لانهم كانوا دايما بيشتركوا في رحلات مع والدها، وعشان كده بتوعدها ميريا انها هتحميها ومش هتسمح لاي حاجه تاذيها. اما فيت فبيكون وقتها وصل لاول مدينه على طريقه في رحلته لجاليا، وبينزل فيت في المدينه دي عشان ياخد عربيه تانية يكمل بها الرحله، ولكن واحد من اصحاب العربيات بيعرفوا ان الرحلات انتهت النهارده، وان لو عاوز يبدا رحلته يجي تاني يوم لان الشمس قربت تغرب.
ومفيش حد بيمشي في الغابه بالليل بسبب الوحوش. فبيضطر فيت انه يقضي الليله دي في المدينه، وبيقول انها ما اتغيرتش من اخر مره شافها فيها. فبيساله جيرد هو انت جيت هنا قبل كده؟ فبيقول له فيت ايوه كنت هنا من 5 سنين. وبعدها بيروح فيت لواحد من المطاعم البسيطه عشان ياكل، وهناك بيشوف صاحب المطعم وهو بيتوسل لمجموعه من الفرسان عشان يساعدوهم ويحموا القريه، ولكن الفرسان بيسخروا منه وبيرموا له فلوسه على الارض، وده لانها كانت مبلغ قليل من وجهه نظرهم. وقتها بيتدخل فيتو وبينقذه من تنمر الفرسان، ولما بيحاول واحد منهم يضربه بيقدر فيتو انه يعلمهم درس ويضربهم كلهم. وقتها بيشكروا صاحب المطعم لانه انقذه، واول ما بيشوف فيت بيتعرف عليه فورا، وبنعرف ان صاحب المطعم يبقى ابن عمده المدينه، وان هو واصحابه كانوا بيتنمروا على فيت دايما وهو صغير لانه كان ضعيف وفقير هو ووالده. وحتى بعد ما والد فيت مات العمده ما سمحش لفيت انه يعيش في المدينه ولا حتى يشفق عليه لانه طفل صغير، وبيطرده بره المدينه هو وباقي السكان. وده اللي بيخلي ابن العمده يرجع دلوقتي ويعتذر لفيت على كل اللي كان بيعمله معاه قبل كده، لكن فيت بيسامحه وبيقول له كمان انه مستعد يساعده، وعشان كده بياخده ابن العمده لوالده. واول ما بيعرف العمده انه يبقى فيت اللي طرده من 5 سنين بيرفض طبعا ان هو اللي يدافع عنهم. ومش بس كده، ده بيقول انه هيستخدم فيت كطعم عشان يستدرك بالوحوش ويقضوا هم عليهم، ولكن طبعا ابنه مش بيوافق بالكلام ده، وعشان كده بياخد فيت معاه لمطعمه وبيعتذر لفيت على كلام والده، وبيقول له انا من بعد ما زوجتي ماتت على ايد الوحوش اتغيرت عشان اقدر اربي بنتي الوحيده تربيه سليمه. وفعلا بيصدق فيت كلامه، وعشان كده بيفضل مصر انه يساعدهم ويخلصهم من الوحوش اللي في القريه. وعشان كده بيسال جيرد عن نوع الوحوش، وبيعرف منها انها وحوش قويه، وفي البدايه مش بتظهر كل قوتها عشان تعرف مدى قوه مواجهه البشر، واول ما تتاكد من ضعفهم بتظهر كل قوتهم وبتخلص عليهم. وقتها بتشوف البنت الصغيره وبتساله بيتكلم مع مين، فبيقول لها فيت انه بيتكلم مع نفسه، فبتعرض عليه قطعه حلوى كانت معاها وفعلا بيوافق. ساعتها بيرجع ابن العمده ومعاه اكل لفيت، ولكنه فجأة بيلاقي فيت وقع مغمى عليه وبيكون مش عارف ايه السبب، وبيفكر ان فيت تعبان لحد ما بتقول له بنته انه اكل الحلوى اللي كانت معاها، وان اللي اداها الحلوى دي كان جدها. فبيعرف ان والده كان مصمم يخلي فيت طعم للوحوش، واستغل حفيدته عشان يوصل لفيت ويخدره. وفي نفس الوقت ده بيحصل هجوم قوي من الوحوش على المدينه، والمفاجاه انها بترمي عليهم كرات من النار بتحرق كل مكان في المدينه. وبيخرج العمده يصرخ وهو بيبحث عن فيت عشان يسلمه للوحوش ويهدي من غضبهم، ولكن وقتها كان فيت عند ابنه في البيت، وبيقدر ابن العمده يعمل علاج بالاعشاب يفوق فيت من المخدر. واول لما فيت بيفوق بيقول له ابن العمده على اللي حصل، سواء من اللي والده عمله او الوحوش هجمت عليهم، وعشان كده بيقول له فيت خليك مكانك وهتخرج بره دلوقتي. وبيخرج فيت لوحده وبيلاقي المدينه في حاله دمار، والنار موجوده في كل مكان ومعظم السكان ماتوا، وبيعرف انه قدام مجموعه قويه من الوحوش اللي عمره ما قابلهم قبل كده. وبيعرفوا جيرد ان قوه الوحوش دي هي الطيران وكرات النار اللي بتحرق كل اللي قدامها. فبيستخدم فيت المستوى الثاني من جيرد واللي هو المنجل عشان يقطع التعويذه الناريه ويلحق المدينه من الدمار، وبيقتل معاه مجموعه كبيره من الوحوش. لكن جيرد بيعرف فيت انه هيقدر يقطع الكرات الناريه قبل ما تقع على المدينه، ولكن النار اللي في القريه دلوقتي فمش هيقدر يتصرف فيها. وفي الوقت ده بيظهر كبير الوحوش، وبيقدر فيت بمهاره التعرف اللي عنده يعرف مستواه، وبيعرف ان مستواه عالي وقوته كبيره، وبيقول له جيرد مش هتقدر تقتله غير لما تدخل معاه في قتال مباشر. وبرغم خطوره الوضع على فيت الا انه بيقرر يجازف بحياته ويدخل مع الوحش في قتال مباشر، وكمان بيقرب منه بشكل كبير، وبيقدر فيت يهجم عليه بسرعه ومهاره، وعن طريق جيرد بيضربه الضربه القاضيه اللي بتنهي حياته. وطبعا كل قوه الوحش بتتنقل لجيرد على طول، ولكن للاسف بتكون المدينه خلاص اتدمرت تماما. ومش بس كده، ده كمان معظم سكانها ماتوا ومن ضمنهم العمده، ومش بيفضل غير مجموعه قليله جدا هي اللي نجت من هجوم الوحوش، واللي كان من ضمنهم ابن العمده وبنته. وبمهاره التعرف بيقدر فيت يعرف ان الارض بقت غير صالحه للزراعه، وعشان كده بيقول لابن العمده ان ما بقاش ينفع الحياه في المدينه دي. فبيقول له ابن العمده انا هنقل للعاصمه وهبحث عن شغل جديد عشان اربي بنتي، ولكن قبل ما امشي انا عايزك تضربني عشان تاخد حقك مني بعد كل اللي كنت بعمله فيك. وفعلا مش بيتردد فيت انه يضربه وياخد حقه منه، وبعدها بيكمل طريقه ورحلته لمدينه جاليا. وبنعرف ان صاحب العربيه اللي فيت مسافر بيها اداله 3 عملات معدنيه مقابل انه يحميه من قطاعين الطرق اثناء الرحله، وده بعد ما شاف قوه فيت ضد الوحوش اللي في القريه. وبيطمنوا فيت انه معاه فارس قوي يقدر يحميه من اي حاجه. وما فيش لحظات من كلامهم وبيلاقي فيت قطاعين طرق بيوقفوا العربيه، فبينزل بكل شجاعه عشان يضربهم، ولكن من قبل ما يتحرك من مكانه حتى بيلاقي فجاه زلزال قوي بيرمي قطاعين الطرق من مكانهم، وبيظهر بعدها ان ده ما كانش زلزال ولا حاجه، وانما ضربه من فاس نفس الفارسه اللي شافها فيت في مزرعه روكسي، واللي اول ما بتشوف فيت بتقول له اخيرا لقيتك، اوعى تكون ناسي الدين اللي عليك ليا. وبعدها بتقول لصاحب العربيه انها عايزه تركب معاه، وطبعا مش بيرفض لان هي اللي انقذته من قطاعين الطرق، ولكن اول ما بتركب العربيه بيختل توازن العربيه بشكل كبير، وبيظهر ان السبب كان سلاحها لان وزنه تقيل جدا، ولكنها بتقدر تغير وزنه وترجعه لوزنه الطبيعي مره تانية. وبتعرف نفسها لفيت وبتقول له ان اسمها ماين، ولما بيقول لها فيت اسمه بيتفاجئ انها عارفاه، ولما بيسالها تعرفه منين بتقول له لان انا كمان بمتلك مهاره من مهارات الخطايا ال7 ومهارتي هي الغضب. وطبعا فيت ما كانش عارف هي بتتكلم عن ايه، فبتستغرب ماين لان جيرد ما حكاش لفيت الحكايه من البدايه، ولكن ما كانش عندهم وقت يكملوا كلامهم، وده لانهم وصلوا للمدينه الثانيه.
واللي المفروض ياخدوا استراحه فيها عشان يكملوا رحلتهم. واول ما بيدخلوا المدينه بيلاقوا فارس من الفرسان المقدسين اسمه رودولف واقف بيتدرب على عرض مسرحي، فبيستغرب فيتو وبيسال عن الحدث اللي هيحصل في المدينه، وبيتفاجئ لما بيعرف ان روكسي والجيش اللي معاها على وصول للقريه، وده لانه كان بيحسب نفسه متاخر عنهم ولكن في الحقيقه طلع سابقهم. وفي الوقت ده بتكون ماين تعبت لدرجه انها بتنام وهي واقفه، فبيضطر فيت انه يشيلها لحد ما يحجز اوضه في فندق بسيط عشان يرتاحوا فيه. وفي الطريق بيلاحظ ان كل سكان المدينه في علامه على رقبتهم ولكنها مختلف من شخص للتاني، وبيعرف من فيت ان كل علامه من دول بتعبر عن مكانه اجتماعيه مختلفه. وبعد فتره بيلاقي فيت فندق وبيحجز فيه، وساعتها كان معاه الوقت اللي يقدر يتكلم فيه مع جيرد ويساله عن الخطايا السبعه المميته اللي ماين اتكلمت عنهم. وقتها بيقول له جيرد دلوقتي يا فيت انت لازم تعرف الحقيقه كامله، في 7 خطايا اتوجدوا على الارض، منهم الجشع او الشراهه والكسل والغضب والغرور والشهوه والحسد. ال7 دول كانوا ضد الفتره اللي اتخلقنا بيها، وعشان كده يعتبر من الخطايا المحرمه اللي بتأذي صاحبها لو ما قدرش يتحكم فيها. وقتها بيحس فيت بالحزن وبيسأل نفسه ليه انا يبقى عندي خطيئه من الخطايا ال7 واعيش بقى حياتي حزين بسعى ان اقتل الوحوش عشان اشبع رغباتي. فبيهديه جيرد وبيقول له دلوقتي مش وقت الاعتراض وبلاش العواطف تتحكم فيك والا ممكن تأذيك وتسيطر عليك. فبيقتنع فيت بكلامه وعشان كده بيطبقه، وبينزل في نفس اليوم عشان يصطاد وحوش تشبع الجوع اللي عنده. وبيعرفهم جيرد انه لازم يقتل الوحوش بهدوء، وده عشان ما يحسش بالشبع بالكامل لان ده ممكن يأذيه. ووقتها بيواجه فيت اول وحش ليه، بيكتشف ان المدينه اللي منتشر فيها هي وحوش الرمال، وبيقدر فيت انه يخلص على اول وحش بمنتهى السهوله عن طريق السهم السحري. وساعتها بيسمع صوت فرسان بيتألموا، ولما بيمشي ورا الصوت بيكتشف انهم بيواجهوا زعيم وحوش الرمال اللي كان ضخم جدا وفي مستوى متقدم من القوه، وعشان كده مش بيقدروا انهم يقتلوه لوحدهم، خاصه لان الفارس المقدس رودولف بذات نفسه ما قدرش يقتله. وقتها بيتدخل فيت وبيحارب زعيم الوحوش، وفي البدايه بيستخدم السهم السحري ولكن مش بيأثر فيه، وده لانه بيقدر يحلل نفسه ويرجع للرمال اللي في الارض. لكن وقتها فيت بيشوف البلوره السحريه اللي بتحرك الوحش، وعشان كده بيستخدم جيرد وبيدمرها، والمره دي بيموت الوحش الرملي وبينتهي شره. وده اللي خلى كل الفرسان تشكر فيت على مساعدته، ولحسن الحظ ان فيت كان لابس القناع محدش بيعرف هويته الاساسيه. وبعد ما فيت بيشبع بيرجع مره تانية للفندق، وقتها بيلاقي ماين بتجهز عشان تنزل تقتل وحش الرمال، وده لانها سمعت ان رودولف ما قدرش يهزمه، وبتتصدم لما بتعرف ان فيت خلاص قتله، وده بيخليها تحس بالغضب لانه هياخد المكافاه اللي كانت بتسعى ليها. وفعلا بينزل فيت عشان ياخد المكافاه، وساعتها بيتفاجئ بوصول رودولف اللي بيقول له انت مش هتمشي من هنا، انت خلاص هتشتغل عندي. وطبعا فيت مش بيوافق على الكلام ده، وماين هي اللي بتقف تدافع عنه وبتقول له بس فيت اصلا شغال عندي انا. وطبعا رودولف مش بيهتم بكلامهم وبيصمم ان فيت هيشتغل معاه لانه اعجب بقوته، وطريقه رودولف بتخلي ماين تتضايق وعشان كده بترميه بكل قوتها من المبنى. وقتها بياخدها فيت وبيهربوا بسرعه قبل ما يقع في مشكله جديده، ولحسن الحظ انهم بيخرجوا من المدينه بامان وبيكملوا رحلتهم الاساسيه. وفي الطريق بيلاحظ فيت ان ماين بتاكل كميات كبيره جدا من الاكل وفي فتره قصيره، وده اللي بيخليه يسالها متاكده ان مهارتك هي الغضب مش الشراهه. فبتعرفوا ماين ان الغضب بيحرق السعرات الحراريه وعشان كده بتجوع بسرعه، فبيضحك عليها فيت وبيقول لها برغم اكلك الكتير الا ان برضه مش بيبان عليك بسبب سنك الصغير. واول لما ماين بتسمع الكلام ده بتحس بغضب شديد لدرجه ان قوتها بتزيد وبتكسر عجلات العربيه. ولسوء الحظ ان صاحب العربيه بيعرفهم ان الصيانه هتحتاج حوالي يومين عشان العربيه تقدر تمشي من تاني. ولحسن الحظ انهم كانوا قريبين من قريه صغيره، فبيقرر فيت انهم يقعدوا في القريه دي لحد ما العربيه تتصلح. ووقتها بيلاقي ماين اصلا سبقته ودخلت القريه، فبيدخل فيت وراها بيتفاجئ بالقريه الهاديه والبسيطه على عكس القرى اللي جنبها اللي كلها مخاطر، وده بسبب انها قريبه جدا من مدينه جاليا. وبيلاحظ ان في قلعه كبيره موجوده في اخر القريه ولكن الظاهر كده ان مفيش حد عايش فيها. فبيبدا فيت يدور عن عمده القريه لحد ما بيلاقي شخص عجوز وبيساله، وبيظهر ان الشخص العجوز ده هو عمده القريه. وبيتفاجئ فيت لما بيلاقيه لابس لبس الفرسان المقدسه وكمان معاه سلاح مقدس. ووقتها بيطلب منه فيت انه يقعد في القريه يومين لحد ما العربيه اللي معاهم تتصلح. فبيقول له الفارس موافق بس بشرط انك تدخل معايا في مبارزه ولو فزت تقدر تقعد في القريه. وبرغم ان فيت كان قلقان من خسارته الا انه بيوافق على شرطه وبيدخل مع الفارس في مبارزه، ولكن في دقائق بيخسر فيت وبيقع منه سيفه على الارض. وقتها بيعرف انه خلاص ملوش مكان في القريه دي، ولكنه بيتفاجئ بالفارس يقول له انا موافق تقعد في القريه ولكن بشرط تاني، وهو ان دربك اليومين دول على فنون القتال برغم انك في المستوى الاول من قوتك الا انك قوي بكتير من اللي ظاهر عليك، ولكنك مش عارف تستخدم كل مهارتك وقوتك وتستفاد منها، ولسه ناقصك الاحترافيه وانا هتطوع واعلمك كل ده. ساعتها بيستغرب فيت من الشرط ده، وحتى جيرد بيقول له ليه ممكن يعمل كده بدون اي مقابل منك، وده اللي بيخلي فيت يساله يا ترى ايه سبب شرطك ده، عشان يرد عليه الفارس ويقول له مجرد طلب من فارس اناني عايز يسلي وقته مش اكتر. فبيوافق فيت برغم انه لسه مش مطمن. وبعد ما بيعرفوا من الفارس على بيته بتدخل ماين تنام، بيروح فيت عشان يبدا التدريبات معاه، واول حاجه بيعلمها له الفارس هي فنون القتال بدون اي اسلحه، وبيقول له قوه الفارس بتبدا من مهارته في فنون القتال بدون اسلحه. وبيبدا الفارس يعرفه على الطرق الصحيحه اللي يقف بيها اثناء القتال وايه الحركات السريعه اللي يستخدمها ضد
ضد خصمه. وفي البدايه كان فيت بيتحرك ببطء، ولكن فجاه بيبدا يتحرك بسرعه ومهاره، وده بسبب ان مهاره الشراهه اتنشطت في جسمه، وده اللي خلى لون عينه يتغير لدرجه ان الفارس بيلاحظها. وعشان كده بيوقفوا تمارين لليوم ده وبيدخلوا البيت عشان يرتاحوا، لكنهم بيتفاجئوا ان ماين اكلت كل الاكل الموجود في البيت، وعشان كده بيخرج الفارس يشتري اكل تاني. وفي الطريق بيقف يبص على القلعه من بعيد وفي عينه نظره حزن. في نفس الوقت اللي كان فيه فيت في بيت الفارس واقف قدام صورته هو وعيلته، وبيستغرب بانه من ساعه ما وصل وهو ما شافش عيله الفارس، ولكنه بيتفاجئ ان ابنه فيه شبه كبير منه. وعشان كده بيقول له جيرد دلوقتي بس عرفت ليه الفارس كان عايز يدربك بدل مقابل. وبينتهي اليوم على كده. وتاني يوم بيبدا فيت تدريبه مع الفارس من اول النهار، وفي اليوم ده بيعلمه ازاي يتفادى ضربات السيف حتى لو كان معاه غصن شجره. وفعلا بيثبت فيت مهارته في التدريب ده. وبما ان ده اخر يوم لفيت وماين في القريه، بيعمل لهم الفارس عشاء فاخر عشان يودعهم، وبيقعدوا يتكلموا سوا على العشاء، وده بيسمح لفيت انه يساله عن القلعه. فبيحكي له الفارس حكايه القلعه، وبيقول له دي كانت قلعتي، والقريه دي من 15 سنه ما كانتش مجرد قريه بسيطه، دي كانت اشبه بمملكه قويه وانا قائدها. وفي يوم كان عندي مهمه في العاصمه، وطلبت من ابني انه يحمي القلعه واللي فيها لحد ما ارجع من مهمتي، وللاسف اتاخرت في المهمه، ولما رجعت لقيت الوحوش سيطروا على القلعه. ومش بس كده، دول كمان قتلوا عيلتي وكل اللي كانوا عايشين في القلعه، ومن يومها وهم مسيطرين عليها وانا مش قادر ادخلها. وقتها بيحس فيت بالحزن من قصه الفارس، وعشان كده بيستأذن منهم وبيخرج من البيت، وبيقرر انه هيدخل للقلعه ويقتل الوحوش اللي فيها. ولكنه وقتها بيتفاجئ بالفارس وراه وبيقول له انا عارف انك رايح للقلعه، وعشان كده انا هروح معاك، انا لازم اكفر عن ذنبي وانقذ ارواح عيلتي على الاقل. فبيوافق فيت على طلبه. اما ماين فبتقول لهم انا هحمي القريه لحد ما ترجعوا. وبعدها بيبدا الاثنين رحلتهم من القلعه، وبيقدروا انهم يقتلوا الوحوش اللي كانت بتحمي القريه من بره ويدخلوا. وساعتها بيتصدم فيت والفارس لما بيلاقوا القلعه كانها لسه جديده ومش مهجوره. ومش بس كده، ولكن الصدمه الكبيره لما شاف ابنه وزوجته بيجروا عليه وبيرحبوا برجوعه وبيسالوه عن سبب تاخيره. وقتها بيعتذر لهم الفارس وهو لسه مصدوم، وبيقول لهم انا اسف اني اتاخرت، انا كنت بحاول ارجع بدري ولكن ما لحقتش. ساعتها فيت ما كانش مصدق اللي شايفه قدامه. فعلا بياكد له جيرد ان ده يبقى سحر الوهم، واللي بيثبت كلام جيرد هو هجوم ابن الفارس عليه، وبيكون مصمم انه يقتله زي ما هو مات بسببه. وقتها بيكون فيت هيهجم عليه عشان يحمي الفارس، لكن فيت بيمنعه لما بيقول له لو اكل ارواح البشر فارواحهم عمر ما ارواحهم هتلاقي الراحه، وده اللي بيخلي فيت يتراجع عن فكره الهجوم. وساعتها بيقول له الفارس سيبني يا فيت اصفي حسابي مع عيلتي، وابحث انت عن زعيم الوحوش واقتله. وفعلا بيجري فيت ويبحث عن الزعيم لحد ما بيلاقيه مستخبي وسط ارواح كتير من البشر، وده اللي بيخلي فيت يستخدم قوه بسيطه عشان ما يسحبش ارواح البشر معاه، لحد ما بيجي الفارس وبينضم ليه عشان يساعده. ولان الفارس ما عندوش مهاره الشراهه بيقدر يستخدم قوته بدون ما يأذي ارواح البشر، وبيتحد فيت معاه بقوه سيف وجيرد، وبيقدروا هما الاثنين سوا يخلصوا على زعيم الوحوش. وهنا بتظهر ارواح عائله الفارس مره تانية. ساعتها بيعتذر لهم الفارس لانه اتاخر عليهم، ووقتها بيقولوا له عيلته انت كنت بتأدي واجبك واحنا فخورين بيك. فبيودعهم الفارس اخر وداع، وهو بيتمنى انه يموت وينضم ليهم في اسرع وقت. اما فيت فكان واقف بعيد بيراقب لحظه الوداع بتاثر، وكمان بيحمي ظهر الفارس عشان ما فيش اي وحش يدمر اللحظه دي. ومن بعد ما بتختفي ارواح عيله الفارس بتبدا القلعه ترجع لشكلها المهجور، وبتبدا تظهر باقي الوحوش اللي موجوده في القلعه، وبكل سهوله بيقدر فيت والفارس انهم يقضوا عليها. ومع شروق الشمس بيكونوا خلصوا مهمتهم ورجعوا للقريه، وبيرجع الفارس بكيس مليان بالعملات المعدنيه وبيسلمه الماين، وهو بيقول لها انا افتكرتك، انا قابلتك من 50 سنه لما ساعدتني في حرب للدفاع عن مملكتي، انا بشكرك لمساعدتك وقتها، وبتمنى ان في يوم اوصل لك في قوتك ومهارتك. وقتها بترد عليه ماين بكل جديه وبتقول له ما تقلقش، انت هتحتاج 1000 سنه من التدريب عشان توصل لنفس قوتي. كل ده وفيت واقف قدامهم ومش فاهم بيتكلموا عن ايه، لحد ما بتعترف له ماين انها مش بشريه عاديه، وانما هي روح جواله ومش مكتوب عليها الموت ابدا، وده معناه انه عمرها مقدر بالاف السنين. وطبعا دي كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لفيت. وبعد كده بيودع فيت الفارس، وقبل ما يمشي بيعترف له بسر مهاره الشراهه اللي عنده، وعشان كده بيطلب منه الفارس انه يرجع يزوره في القريه بعد ما يخلص مهمته، لان عنده معلومات مهمه لازم يقولها ليه. فبيوعده فيت انه هيبقى يرجع له مره تانية. وبنسيب فيت وماين وبنرجع للعاصمه مره تانية، وبنشوف ميل ورافال بعد ما رجعوا من رحله بحثهم عن مركب الخلود، وبيقدروا فعلا يوصلوا لحجر الخلود اللي بيشفي من اي جروح. وطبعا بيكونوا فرحانين جدا بانجازهم ده، ولكن وقتها بيلاحظوا انهم ما شافوش هادو من ساعه ما وصلوا للعاصمه، ولا حتى سمعوا اي خبر عنه في رحلتهم. عشان يدخل وقتها المساعد ويبلغهم ان هادو اتقتل على يد الفارس المجهول والمعروف باسم الليتش. وطبعا الخبر ده بيصدمهم وبيخليهم في قمه الغضب من الليتش، وبيصمم رافال انه يلاقيه وينتقم منه. وبنرجع بعد كده لفيت وماين اللي رجعوا بدأوا رحلتهم مرة تانية، وكالعادة بتاكل ماين كل الأكل لوحدها، ومش بتسيب لفيت غير جزء بسيط جدا، وبعد ما بتاكل بتنام على طول. وقتها بيقعد فيت يفكر في كلامها لما قالت إنها روح جوالة، وبيسأل نفسه يا ترى إيه هي مهمة ماين اللي خلتها تسافر في الرحلة دي معاها. لما بيسأل جيرد إذا كان يعرف إيه مهمة ماين بيجاوب عليه وبيقول له ما تستعجلش، قريب ماين هتوصل لهدفها وأنت هتعرفه. وبمجرد ما بيخرج فيت من قرية الفرس بتوصل روكسي بالجيش اللي معاها، وبتشوف ميريا القلعة فبتسأل عنها، وبيعرفها موجان إن القرية دي كانت لفارس مشهور ولكن الوحوش سيطرت عليها. ووقتها بيشوفوا الفارس واقف قدامهم، فبتسأل ميريا مين الشخص العجوز ده. اما موجان فبيركع باحترام قدام الفارس
وبيقول له شرف كبير ليا اني اقابل شخص عظيم زيك في حياتي. وقتها بيرحب بيه الفارس وكمان بيرحب بروكسي وبيقول لها كبرت عن اخر مره شفتك فيها. فبتستغرب روكسي انه عارفها اصلا، لكنها بتتفاجئ اكتر لما بيعرفها انه كان صديق والدها وان هو اللي اختار اسمها بنفسه. وده بيخلي روكسي تقول له شرف كبير ليا ان فارس عظيم هو اللي يختار اسمي. فبيعرفها الفارس انه خلاص تقاعد وبقى بيحمل قريه مش اكتر، وكمان بيعرفهم انه قضى على كل الوحوش اللي في القلعه بمساعده فارس تاني. فبتساله روكسي على اسم الفارس اللي ساعدها، ولكن الفارس بيعتذر منها وبيقول لها هو طلب مني ان اخلي اسمه سر ومحدش يعرف عنه حاجه. وبعدها بيسالها عن سبب رحلتها لجاليا، فبتقول له انا رايح اقضي على الوحوش واشوف لو في اي بشر محتاجين للمساعده. فبيقول لها الفارس اكيد دي خطه من عيله فليرك عشان تخلص منك لان عيلتكم دايما كانت واقفه ضدهم. وده اللي بيخلي روكسي تقول له وحتى لو كانت دي خطتهم انا لازم اقوم بواجبي تجاه المملكه ضد الوحوش عشان اكون فارسه قويه زي ما وعدت والدي قبل ما يموت. ساعتها بيتصدم الفارس لما بيعرف ان والد روكسي مات، وعشان كده بيعرض عليها يدربها بنفسه زي ما والدها كان بيدربها. فبتوافق روكسي فورا وبتبدا تدريب معاه. اما ميريا وموجان ومعاهم باقي الجنود بيبداوا يرمموا في القلعه، وفي نفس الوقت ده بيكون فيت واصل مع ماين لقريه متدمره تماما ومفيش فيها اي مشاهد الحياه. وقتها بتقول له ماين دي القريه اللي اتولدت وعشت فيها طفولتي مع عيلتي قبل ما تتدمر. وبعدها بتاخده المكان تاني للقريه، وساعتها بيشوف فيت شرنقه كبيره جدا وبيكون مش فاهم ايه اللي موجود جوه الشرنقه دي، عشان تبدا ماين تشرح له وتقول له من سنين طويله كانوا العلماء بيعملوا تجارب بيولوجيه على الوحوش، وهي انهم بيجمعوهم كلهم في وعاء واحد عشان يعرفوا مدى قوتهم. والوحوش دي كانت اسمها كيميرا، وكانت خطيره لدرجه محدش يتخيلها. ولحسن الحظ ان تم التخلص من كل وحوش الكيميرا ومفيش غير الوحش ده اللي لسه موجود. ودلوقتي جه الوقت اللي ترد فيه الدين وتساعدنا نقتل الوحش ده. فبيوافق فيت على طلبها بدون ما يعترض، وعشان كده بتبدا ماين الهجوم وبتروح تكسر الشرنقه اللي كان الكيميرا مستخبي فيها عشان يخرج من جواها وحش ضخم ومختلف عن اي وحش شافوه قبل كده. وبيتصدم فيت لما بيلاقي في مركز الوحش بنت متكتفه، والبنت دي عينها نفس شكل عين فيت، فبيعرف ان هي كمان عندها مهاره من مهارات الخطايا السبعه، وعشان كده بيحذر جيرد يبعد عينه عنها فورا والا هتجمده مكانه. وبيعرف فيت من ماين انه لازم يقتل البنت دي لانها مركز الكيميرا. وقتها بيقول لها فيت لا انا مستحيل اقدر اعمل كده، وكلامه ده هو اللي خلى ماين تقول له ما تخليش المظاهر تخدعك لان انت اللي هتموت في النهايه. وبمجرد ما بتخلص كلامها بيهجم الكيميرا عليهم بكره ضخمه من النار، ولحسن الحظ ان ماين بتقدر تدمر الكره دي من قبل ما توصل لهم. وبعدها بينفصلوا هما الاثنين وكل واحد بيحارب الكيميرا من جهه، ولكن من غير اي فايده لانها مش بتتاثر نهائي. وفجاه بيسمعوا صوت صرخه كبيره خارجه من جوهر الكاميرا، فبتعرف ماين انها هتنمو مره تانية وتكبر، وفعلا ده اللي بيحصل، ده غير الجناحات اللي بتظهر لها وبتطير بيها وبتبعد عنهم. وقتها بتعرف ماين ان مهمتهم هتكون اصعب، وعشان كده بتقول لفيت انا هرميك بسلاحي في اتجاه الكاميرا وانت وصل لها ودمر الجوهره. وفعلا بتنفذ ماين الخطه وبترمي فيت في اتجاه الكاميرا اللي وقتها بترمي عليه كره كبيره من النار. ومع ذلك مش بيستسلم فيت وبيقول بكل شجاعه حتى قبل ما اتحرق واموت لازم اقتل الوحش ده. وفعلا بعدها بيوصل فيت لجوهره الكاميرا وباستخدام المنجل بيطعنها وبيقتلها، ولكن ساعتها بتحصل حاجه غريبه جدا، وده لان فيت بيشوف مشاهد من حياه الجوهره القديمه واللي بيظهر فيها انها تعرف ماين. وبمجرد ما بتنتهي حياه الكاميرا وبياكل فيت روح الجوهره بيحس بحزن شديد برغم القوه اللي بيوصل ليها. فبيعرفوا جيرد ان ده شعور طبيعي بعد ما اكل واحده من بني جنسه. وبعدها بيروح فيت لماين اللي بيكتشف انها عملت قبر لجوهره الكاميرا، وده اللي بيخليه يسالها هو انت كنت تعرفيها؟ فبترد على ماين وبتقول الموضوع ده مر عليه سنين، وبترفض تقول اكتر من كده. وقتها بيحس فيت ان ممكن يبقى في يوم من الايام وحش زيها، وده لو سيطرت عليه مهاره الشراهه. وعشان كده بيقول لي ماين انا هطلب منك طلب، اوعديني ان لو في يوم اتحولت لوحش تقتليني قبل ما اذي حد. وبرغم انه كان طلب صعب جدا وقاسي على ماين الا انها بتواسيه وبتوعده انها هتنفذ له الوعد اللي طلبه منها. وبعدها بيسالها اذا كانت هتكمل الرحله معاه، ولكن ماين بتقول له انا هفضل هنا، لازم ارجع ارمم القريه، ولكن انا اكيد اننا هنرجع نتقابل مره تانية. فبيحترم فيت قرارها وبيشجعها عليه، وقبل ما يمشي بينقل جيرد بالقوه اللي اكتسبها من الكاميرا للمستوى الثالث واللي كانت عباره عن درع سحري. وبعدها بيودع ماين وبيكمل رحلته لوحده. وفي نفس اليوم بالليل بيوصل فيت للمدينه الجديده واللي كانت اقرب مدينه لجاليا، وبيدخل فيت للمدينه عشان يرتاح وياكل، وبيتصدم من اسعار المدينه المبالغ فيها في كل حاجه، وبيقول ان الفلوس اللي معاه مش هتكفي الحياه للمدينه دي. في نفس الوقت اللي فيت بيسمع في ترحيب شديد جاي من عند البوابه، ولما بيروح يشوف ايه اللي بيحصل بيتفاجئ لما بيشوف روكسي اللي وصلت للمدينه هي كمان، واللي اخيرا فيت شافها بعد وقت طويل جدا. وساعتها بطريقه غريبه بيقدر فيت يسمع افكار حد من الموجودين معاه في التجمع، واللي كان وقتها بيقول جه الوقت انك تموتي يا روكسي. وطبعا فيت بيقلق من اللي بيسمعه وبيحاول يعرف مين بيفكر في كده لكنه بيفشل، وبينتهي اليوم على كده وبيبدا يوم جديد. وفي اليوم ده بيكون كل جيش المدينه في استقبال روكسي وجيشها، وبنعرف ان قائد الجيش هو فارس مقدس اسمه نورزورن. ومش بس كده، ده كمان كان موجود مع والد روكسي في اخر معركه ليه، وده اللي بيخليه يعتذر لروكسي لانه ما قدرش يدافع عن والدها.
لكن روكسي بتقول له ما تلومش نفسك، انا واثقه انك بذلت جهدك عشان تنقذه، وانا دلوقتي موجوده عشان اكمل طريق والدي. في نفس الوقت ده بنشوف فيتو وهو بيتجول في المدينه وبيعرف انها اكتر مدينه موجود فيها فرسان ومرتزقه لقتل الوحوش، وده اللي بيفسر مدى اهميه المدينه وبالتالي ارتفاع اسعار كل حاجه فيها. وفي الوقت ده بيشوف فيت محل للسيوف، وعشان كده بيطلب منه جيرد انه يشتري له غمد، لان برغم وجوده فتره كبيره مع فيت الا انه ملوش غمد يحفظه فيه. وفعلا بيعجب فيت بغمد موجود في المحل، فبيروح يسال صاحب المحل على سعره وبيعرف منه انه غير قابل للبيع، لكن في اشكال تانية موجوده في المحل. فبيدخل فيت معاه وبيختار تاني، ولكن اول ما بيسمع سعره بيتخض لانه غالي جدا وبيخرج فورا من المحل. وبيقرر فيت انه لازم يعمل كام مهمه لقتل الوحوش عشان يقدر يشتري اي حاجه في المدينه الغاليه دي. وفعلا بيروح فيت للغابه، وهناك بيعدي على شجره ريحتها وحشه جدا، ولما بيسال جيرد عن السبب ده فبيقول له جيرد دي شجره فيها طحالب سامه وهي دي سبب الريحه الكريهه دي. فبيساله فيت وليه ما حذرتنيش منها من البدايه، عشان يقول له جيرد لانها موجوده في كل مكان في غاليه، وعشان كده انت لازم تتاقلم عليها. وفعلا بيتشجع فيت وبيكمل طريقه في الغابه لحد ما بيبدا يشوف الوحوش، والمره دي بيتفاجئ ان الوحوش عباره عن اقزام، وبيعرفهم جيرد انهم قريبين جدا للبشر في تعاملاتهم حتى في حربهم. وفعلا بيبدا وحوش الاقزام الهجوم على فيت بسهام من كرات النار. وفي البدايه فيت كان في وضع دفاع وبيحمي نفسه من ضربات الاقزام عن طريق الدرع السحري، وبعدها بيبدا فيت في وضع الهجوم. وطبعا مفيش مقارنه بين هجوم فيت القوي بسلاحه الجبار وهجوم الاقزام بسهامهم الناريه، وعشان كده في ظرف دقائق كان فيت خلص على كل الوحوش وبيجمع ودنهم كلهم، وبيروح النقابه عشان ياخد مكافاه صيده لتاني مره في حياته. وهناك بيشوفوا مجموعه من الجنود المرتزقه، عدد الوحوش اللي فيت قتلهم بيتضايقوا جدا، ومش بس كده دول كمان كانوا عايزين يسرقوا منه المكافاه، ولكنهم ما كانوش يعرفوا انهم قدام فارس قوي مش بيخاف من حاجه. وقبل ما يهجموا عليه ويأذوه كان هو ضارب كل واحد فيهم وموقعه على الارض. في نفس لحظه وصول روكسي هي وجنودها للنقابه، وبتشوف فيت وهو واقف بيأدب الفرسان اللي حاولوا يسرقوه، وده اللي بيخليها تساله بغضب هو ايه بيحصل هنا. فبيبدا فيت يحكي لها اللي الفرسان دول كانوا بيحاولوا يعملوه معاه، وعشان كده بتحكم عليهم كلهم بالسجن لمده يوم عشان يفكروا وقتها في الاخطاء اللي ارتكبوها. في نفس الوقت اللي كانت بتعتذر فيه فيت على الموقف اللي اتعرض له من الفرسان، فبيطمنها فيت انه خلاص مش متضايق لانه متعود على مواقف اصعب من كده. وقتها بتنصحه روكسي ان فارس قوي زيه لازم يهتم بلبسه وشكله، ولما بيشوف فيت هدومه اللي اتدمرت بسبب الحرب اللي كان ضدها مع الوحوش بيحس بالاحراج الشديد، وعشان كده بيطلع يجري بره النقابه. والمره دي بيصمم انه هيشتري بالفلوس اللي معاه لبس جديد حتى لو كان بمبلغ عالي جدا. ولحسن الحظ انه بيشوف نفس صاحب محل السيوف مره تانية، والمره دي بيكون عارف بشجاعه فيت اللي قتل عشرات من الوحوش لوحده، وعشان كده بيقول له انه هيشغله معاه. وبيكون شغل فيت انه يلبس لبس حرب وياخد غمد من عند صاحب المحل، وده لانه بقى فارس مشهور وكل الناس هتبقى عايزه تلبس شبهه. فبيوافق فيت على عرضه، خاصه بعد ما بيعرف انه هيبيع له الهدوم والغمد بنص الثمن. وبيخرج فيت من المحل يتمشى في المدينه بلبسه الجديد. وفي الوقت ده بيشوف تجمع كبير في واحد من المطاعم، ولما بيروح لهناك بيتصدم بوجود بنت جميله جدا، والبنت دي بتجذب انتباه فيت بطريقه غريبه لدرجه انه بيكون مش قادر ينزل عينه من عليها. وبيتصدم فيت لما بيلاقيها سايبه كل الناس وبتقرب منه هو، وهي بتقول له انا كنت مستنيه اوصلك يا فيت. وطبعا فيت بيتصدم لما بيلاقيها عارفه اسمه، خاصه وهو لابس القناع، وعشان كده بتقول له البنت دي احنا قرايب فلازم اعرفك. ومن جملتها بيعرف فيت انها بتمتلك واحده من مهارات الخطايا السبعه، وفعلا لما فيت بيقعد معاها بيعرف منها انها بتمتلك مهاره الرغبه، وده بيخلي اي حد يبص في عينها يعجب بيها وما يقدرش يشيل عينه من عليها، وده اللي بيكون فيت لسه حاسس بيه وهو قاعد معاها. وعشان كده بتوقف البنت مهاره الرغبه اللي عندها، وبتعرف فيت على نفسها وبتقول له انا اسمي اريس، انا كنت براقبك من وقت طويل جدا، من ايام ما كنت لسه حارس ضعيف لبوابه العاصمه، وفي كل مره كنت بحاول اكلمك كنت بمنع نفسي لان كنت عارفه ان هيجي يوم ونتقابل. وبعدها بتكمل اريس كلامها وبتقول له لازم تعرف ان مش بس بمتلك قوه من الخطايا السبعه، لا انا كمان واحده من الفرسان المقدسه ومن اهم حراس المملكه، وعشان كده وضع المملكه بالنسبه لي اهم من اي شيء، وده اللي خلاني قررت ان لازم اتخلص من الفارسه روكسي. واول ما بيسمع فيت الكلام ده بيتصدم وبيتخانق معاها وبيسالها ايه اللي انت بتقوليه ده، عشان تبدا اريس تفهمه بكل هدوء وتقول له تعرف خاصيه الكراهيه دي بتحصل بين الوحوش، لما بيتقتل وحش بتفضل كراهيته مستمره وبتتجمع واحده ورا الثانيه بعد موت الوحوش لحد ما بيصنعوا وحش متوهج ضخم وقوي. ولازم تعرف ان الظاهره دي موجوده في البشر هم كمان، لان البشر اللي بيعيشوا في الظلم والقهر بتتولد عندهم كراهيه غضب شديده، وما فيش حد بيقلل الكراهيه دي عندهم غير الفارسه روكسي، لان هي الوحيده اللي بتعاملهم بكل احترام، وده اللي بيخلي طاقه الكراهيه تقل عندهم. ولكن لو روكسي ما كانتش موجوده فده هيزود طاقه الكراهيه عندهم لاقصى حد، لدرجه ان البشر دي هتتحول تماما لبشر بقدرات اقوى بسبب الكراهيه، وده اللي احنا عايزينه. وبعد ما بيسمع فيت كل كلامها بيقول لها مهما قلت مستحيل اوافق، ولا حتى هسمح لك تقربي من روكسي، ولو فكرت تقتليها مش هرحمك. وبيمشي فيت من عند اريس وهو كله غضب. وقتها بتتكلم اريس بكل هدوء وبتقول مفيش حد هيقدر يوقفني، الخطه بدات ومحدش هيوقفها.
وبينتهي اليوم ده وبيبدا يوم جديد، وبنشوف روكسي وهي بتتكلم مع جنودها والفارس نورزرن، وبتعرف منهم ان فريق تجمع الموارد مختفي في الوادي العظيم القريب من جاليا، ولان الوادي ده خطير بتقرر انها تروح مع فريقها وتبحث عنهم. في نفس الوقت اللي بيعرف فيه فيت من صنع السيوف انه مش هيقدر يكمل له الغمد الخاص بيه، لان الاحجار الكريمه اللي بيصنعها منه خلصت من عنده، فبيعرض عليه فيت انه يروح يجيب له احجار كريمه جديده، وفعلا بيوافق صانع السيوف، وكمان بيقول له انه هيعمل له خصم، وبيديله الخريطه وبيعرفوا المكان اللي هيلاقي فيه الاحجار. فبينطلق فيت هو كمان في رحله البحث عن الاحجار الكريمه، وفي طريقه بيقابل عدد كبير من وحوش الاقزام وبيقدر انه يقتلهم كلهم في وقت قليل. اما روكسي فبتكون وصلت للوادي العظيم، وبتتفاجئ ان البوصله مش بتشتغل في المكان ده، وبالتالي فهم مش عارفين يحددوا مكانهم. وحتى موجان بيقول انا اقدر احدد الاتجاهات عن طريق النجوم، ولكن للاسف الغيوم مغطيه السماء. ساعتها بتنهار ميريا وبتفكر انهم خلاص تاهوا في الصحراء، لكن روكسي بيكون عندها حل ثالث، وعشان كده بتقول لهم احنا هنمشي في الاتجاه اللي هنلاقي فيه وحوش الاقزام، لان ده هيكون هو الاتجاه الصحيح. فبيوافق الكل على كلامها وبيبداوا يتحركوا مره تانية. ساعتها كان فيت قاعد فوق جبل وبيرتاح من بعد معركته مع الوحوش، وقتها بيقول له جيرد انا فخور بيك لان كل تصرفاتك بقت شبه تصرفات الفرسان المحترفين. وفي الوقت ده لما بينام فيت بيحلم بحلم غريب جدا، بيشوف فيه البنت اللي كانت في جوهره الكاميرا وهي واقفه قدامه في مكان كله ابيض وبتتكلم معاه لكنه مش عارف يسمعها. وفجاه بيتحول المكان وبيلاقي نفسه وسط بركه من الدم، وحواليه كل الوحوش اللي قتلهم في حياته، وبيظهر من تحت رجله هادو والمجرم اللي قتله وبيشدوه وسط بركه الدم. وساعتها بيفوق فيت من الحلم ده وهو مخضوض ومش فاهم سببه. وقتها بيحس فيت بوحوش قريبه منه، ولما بيستخدم الرؤيه الاليه بيشوف 4 وحوش مختلفين عن وحوش الاقزام. فبيستخدم فيت السهم السحري وبيصوب عليهم، لكن الغريب ان الوحوش حتى مش بتلتفت ليه ولا بتحاول تاذيه لانه كان بيهاجمهم، وانما بيكملوا طريقهم عادي كانهم حتى مش شايفينه. وده اللي بيخلي فيت يستغرب جدا لدرجه انه بيمشي وراهم وبيراقبهم عشان يعرف هم رايحين فين. وساعتها بنكتشف ان الوحوش دي كانت هدفها روكسي وفريقها، وده لانها بتهجم على المخيم اللي كانوا بايتين فيه وبتدمره. ومش بس كده، دول كمان بيحاولوا يقتلوهم، وعشان كده بتروح ميريا بسرعه عشان تحمي روكسي، ولكن للاسف قوه الوحوش كانت اقوى منهم هما الاثنين. ولحسن الحظ قبل ما اي وحش يخلص عليهم بيتفاجئوا بالفارس ليتش وهو واقف قدامهم وبيحميهم بدرعه القوي، وبعد ما بيطمن انهم ما اتصابوش بيبدا يهاجم في الوحوش لحد ما بيقتلها كلها. وساعتها بتشكره روكسي وفريقها لانه انقذهم، فيما عدا ميريان اللي بتكون متضايقه منه لان هو اللي انقذ روكسي مكانها. وقتها بيقول لهم فيت في حاجه غريبه، وهي ان الوحوش ال4 مرسوم نفس الوحش على دماغهم. وبتكمل ميريا كلامه بتقول وكانوا كلهم بيهاجموا السيده روكسي وكانها هدفهم، ولكن روكسي مش بتصدق الكلام ده وبتقول انها اكيد صدفه. وبعدها بيشكروا فيت مره تانية وكل واحد بيكمل رحلته من طريق. وقتها بيوصل فيت لمكان كله زرع في الوادي العظيم، وبيبان ان المكان ده مختلف عن باقي الوادي، وحتى الهواء اللي فيه هواء نقي. وفي الوقت ده بيشوف فيت اريس وهي واقفه ومركزه مع حاجه قدامها، فبيستغرب هي ليه موجوده في المكان ده، وعشان كده بيمشي وراها عشان يراقبها، لكنه للاسف مش بيلحق يوصل لها. وبيرجع عشان يشوف ايه اللي اريس كانت واقفه بتبص عليه، وبيتصدم لما بيشوف وحش كاميرا تاني، ولكن لحسن الحظ ان مش بيكون موجود فيه جوهره، وده معناه انه متعطل ومش هيقدر يتحرك. ولكنه بيلاحظ ان في مكان ل3 وحوش كاميرا، ولكنهم مختفيين ومش موجودين مكانهم. في نفس الوقت اللي بيسمع فيه صوت انفجار قوي من المكان اللي روكسي موجوده فيه، وعشان كده بيجري بسرعه على هناك. في نفس الوقت اللي بنكتشف ان ال3 وحوش الكاميرا موجودين فعلا هناك وبيهجموا على روكسي واللي معاها، وبسبب قوتهم الجباره مفيش حد بيقدر عليهم حتى روكسي. ولحسن الحظ ان فيت بيوصل في الوقت المناسب، ولانه قتل وحش منهم قبل كده بيكون عارف ازاي يتعامل معاه، وبيطلب من روكسي انها تساعده عشان يوصلوا لجوهره الكاميرا. وفعلا الاثنين بيتحدوا سوا بيوصلوا لجوهره اول وحش وبيقتلوه، والوحش الثاني بتكون ميريام مسيطره عليه بكل قوتها لحد ما بيجي فيت وروكسي وبيقتلوه هو كمان بنفس الطريقه. وقتها مش بيفضل غير وحش واحد بس، وساعتها فيت بيسال روكسي اذا كانت تعبت من المعركه، فبتطمنه انها تقدر تقتل الوحش ده كمان، وعشان كده بينطوا هما الاثنين سوا بيوصلوا لمكان الوحش. ولكن لسوء الحظ الارض بتكون ضعيفه من تحتهم فبتتشق وبيقعوا هما الاثنين، وفورا بيشدها فيت وبيحميها وبياخد الوقعه مكانها. وبعد فتره بيفهم من اثار الوقعه وبيلاقي انهم وقعوا في كهف عميق، وبيتفاجئ لما بيلاقوا ان القناع اتشال من على وشه، ولحسن الحظ انه بيرجعه بسرعه على وشه قبل ما روكسي تفوق. واول ما بتفوق بيطمن عليها وبيعرف انها بخير، ولما بتساله عن الوحوش اللي هاجمتهم بيحكي لها حكايتهم وانهم وحوش بيولوجيه تم صنعها في مدينه جاليا من الاف السنين. وقتها بتساله روكسي وانت عرفت المعلومات دي كلها منين؟ فبيقول لها من محاربه نجت من تدمير جاليا. فبتعرف روكسي انها نفس المحاربه اللي شافتها في مزرعتها، وبتعرفوا ان الناس شافوها في رحله مع فارس مقنع، فبيعترف لها فيت ان هو الفارس اللي كان معاها. وقتها بتضحك روكسي لما بتشوف توتره وبتقول له انت بتفكرني بصديق ليا لكنه موجود دلوقتي في العاصمه، وبرغم انه بعيد عني الا اني حاسه انه دايما معايا، بتمنى انه يكون دلوقتي سعيد في حياته ويكون مبسوط بالمعامله اللي كنت بعامله بيها. فبيفهم فيت انها بتتكلم عليه، وعشان كده بيطمنها وبيقول لها اكيد هو مبسوط باهتمامك بيه وبيتمنى انك ترجعي. وفي الوقت ده بتبدا مهاره الشراء تتنشط في جسم فيتو وبتتغير لون عينه، وعشان كده بيجري بسرعه من قدام روكسي من قبل ما ياذيها. وساعتها بيحس ان وحش الكاميرا الاخير قرب منه في نفس اللحظه اللي بيهجم على الكاميرا، ولحسن الحظ ان فيت بيقدر يوصل لجوهرته بسرعه، وللحظات بيتخيل ان روكسي هي اللي موجوده مكانها.
ولكنه مش بيستسلم وبيطعنها بكل قوته لحد ما بيقضي على الوحش تماما. وقتها بيشوف نفس الشعار موجود على الكاميرا، فبيعرف ان كل ده مدبر واكيد اريس هي اللي وراه عشان تقتل روكسي. ولحسن الحظ ان روكسي بتوصل بعد ما بيكون شبع بقتله بالوحش وبيرجع لطبيعته من تاني. وقتها بيكتشف ان الاحجار الكريمه اللي بيبحث عنها موجوده في نفس الكهف، وعشان كده بياخد الكميه اللي محتاجها قبل ما يخرج هو وروكسي، وبيرجعها مره تانيه لجيشها اللي بيفرحوا جدا لما بيلاقوها بخير. وبيشكروا فيت لانه انقذهم للمره التانيه من الوحوش. وفي نفس الوقت ده في مكان تاني بيظهر فارس مقنع مجهول، ولكن الملفت ان قناعه بيكون فيه شبه كبير من قناع فيت. وبعد كام يوم بنشوف فيت وروكسي بعد ما رجعوا للمدينه من تاني، وبتطلب روكسي من فيت انه يدخل معاه في قتال قدام كل الموجودين. فبيستغرب فيت وبيسالها عن السبب عشان تقول له هي ومريان انت دخلت في خناقه مع اكتر من 50 محارب وفارس في المدينه دي، وكلهم قدموا فيك شكوى، ده غير الخسائر اللي سببتها. فبيدافع فيت عن نفسه بيقول لهم هم اللي كانوا بيبداوا المشكله معايا، ولا مره انا اللي هاجمتهم بدون سبب. فبتقترح عليه روكسي اقتراح ممكن يساعده، وده لما بتقول له عشان كده افضل حل ليك انك تنضم تبع الجيش الملكي، وقتها ما حدش هيقدر يقرب منك او يضايقك لانهم هيكونوا عارفين انهم هيتعاقبوا. فبيرفض فيت اقتراحها وبيقول لها انا بفضل ان اكون فارس مستقل ومش تبع اي منظمه. وعشان كده بتقول له روكسي يبقى ما فيش حل غير انك تدخل السجن بسبب افعالك. ولكن برضه فيت بيرفض وبيوافق انه يدخل معاه في قتال. والغريب اللي بتستغرب روكسي ان فيت بيستخدم السيف بتاعه هو في الغمد، ولما بتساله عن السبب بيقول لها ده غمد سحري مميز مش مجرد غمد عادي. وفعلا بيبان قوه السيف حتى وهو في الغمد، وبيقدر فيت في البدايه يتفادى كل هجوم روكسي، لكنه بيتصدم لما بيشوف قوتها الحقيقيه وتعزيزها لسيفها، وبيفتكر انها من اقوى الفرسان المقدسين، وعشان كده بيضطر هو كمان يستخدم المهاره اللي اكتسبها من هادو بعد ما قتله. واول ما بتشوفها روكسي بتتصدم، وده لانها مهاره فرسان مقدسين، وعشان كده بتساله انت كنت فارس مقدس؟ فبينفي فيت كلامه وبيقول لها انا مجرد فارس عادي، وبيكمل قتال معاها وبيبان المره دي ان هو اللي تفوق لحد ما بيشوف المفاجاه اللي بتشتته، وهي السلسله اللي روكسي لابساها واللي مصنوعه من الحجر الكريم اللي جابه هديه ليها. ولحظات التشتت دي كانت كفيله ان روكسي هي اللي تنتصر على فيت. وقتها بتقول له انت مهاراتك وقوتك مش عاديين، دلوقتي انا اتاكدت انك انت اللي كنت في قريه الفارس واتضربت معاه، واكيد انت اللي ساعدته في تحرير القلعه. ولكن وقتها الفارس قال لي ان الفارس اللي ساعده قوي، ولكن للاسف عنده مشكله بتاذيه وبتاثر عليه، تقدر تقول لي ايه هي مشكلتك وانا اكيد هحاول اساعدك. وقتها بيتاثر فيت بكلامها وبيشكرها وبيقول لها انا عارف انك عايزه تساعديني، ولكن للاسف مش هتقدر تساعديني في مشكلتي، وعشان كده بطلب منك انك تهتم بنفسك وتحميها افضل. وبيمشي فيت وهو بيفكر في روكسي وطبيعتها اللي برغم كل المشاكل اللي فيها بتحاول تساعد غيرها. وبيرجع فيت لاوضته وبيفتكر كلام ماين لما قالت له ان في مستوى تاني من قوته، وان المستوى ده اعلى بكتير من مستواه الحالي. فبيسال فيت نفسه يا ترى وصل للمستوى ده امتى. وفي الوقت ده بيسمع فيت صوت انذار المدينه، فبيعرف ان في مشكله كبيره في المدينه. وفعلا بنعرف ان في مجموعه من الوحوش هجمت على المدينه، وبسببها السكان بقوا في حاله رعب وبيهربوا من بيوتهم. وعشان كده اتجمعت روكسي هي وجيشها عشان ينقذوا المدينه ويقتلوا الوحوش. وفي نفس الوقت ده بيكون فيت خرج عشان يشوف اللي بيحصل، وبيقرر انه مش هيتدخل المره دي لانه واثق ان روكسي هتقدر تسيطر على الوضع. لكنه بيتفاجئ بجرد بيقول له في وحش تاني بيقرب من المدينه. وبعد ما بيستخدم فيت قوه الرؤيه الليليه بيشوف في وحش فعلا بيتحرك من تحت الارض، فبيضرب المكان اللي بيتحرك فيه الوحش بسهم عشان يخرج الوحش من تحت الارض، ويتفاجئ انه سلايم ضخم. وفورا بيبدا فيت هجوم على السلايم اللي طلع اخطر مما اي حد يتوقع، وده لانه بيمطر على فيت امطار من الاحماض النوويه اللي ممكن تقتل فيت وتسيح جسمه في لحظه. ولكن لحسن الحظ ان فيت بيحمي نفسه بالدرع من المطر الحمضي، وبيرجع يهاجم السلايم مره تانيه. ولكن المره دي السلايم بيقسم نفسه لثلاث وحوش، وبرغم كده بيلاحظ فيت ان جوهر الوحش الاصلي مش موجود في ولا وحش فيهم، وانما لسه مستخبي تحت الارض. وعشان كده بيضرب الجوهر بسهم عشان يقتله، ولكن قبل ما توصل له اصابه السهم بيتصاب الجوهر بطلقه تانيه من مكان مجهول. والظاهر كده ان الطلقه دي كانت تعويذه معززه ليه، لانه بعد ما مات بيرجع تاني يعيش بقوه اكبر. وقتها بيشوف فيت الشخص اللي رمى السلايم بالطلقه المعززه، وبيتفاجئ انه يبقى فارس مقنع بقناع شبه قناعه. وهنا بتتحول المواجهه ما بين فيت والسلايم لفيت والفارس المجهول اللي بيقدر انه يحمي نفسه من ضربات فيت عن طريق السلايم. وبيعرف فيت ان الفارس ده قوته اكبر منه بمراحل، ومش بس كده لا ده كمان معاه سلاح من الخطايا السبعه وهو سلاح الحسد. وبضربه واحده من الفارس بيحس فيت بمدى قوته لدرجه انه بينزف، وعشان كده بيتكلم مع مهاره الشراهه اللي في جسمه وبيقول لها ارجوك وصلوني للمرحله الثانيه من قوته مقابل اي حاجه ممكن اعملها. وفعلا خطه فيت بتنجح وبيقدر انه يوصل للمستوى الثاني من قوته. والمره دي لما بيهجم على الفارس بيقدر يكسر قناعه، وبيتصدم لما بيلاقي الفارس نوردزون، وده لان فيت من البدايه كان مفكرها اريس. وقتها بيطلع فيت صفاره وبيستخدمها، وبمجرد ما بيستخدمها بيظهر التنين الاسطوري. وبيقول نورزرن لفيت بكل برود معاك 30 ثانيه عشان تلحق تنقذ روكسي قبل التنين ما يوصل لها. وطبعا الجمله دي بتصدم فيت وبيحس ان روكسي فعلا في خطر، وعشان كده بيجري بسرعه عشان يلحقها، ومش بيهتم حتى انه يحمي نفسه من طلقات نورزرن وهجومه المستمر. في نفس اللحظه دي كانت روكسي في وسط المعركه مع جيشها ضد الوحوش، وفجاه بتلاقي التنين المقدس قدامها، واول ما بتشوفه بتفتكر نهايه والدها لانه مات بسببه. وعشان كده بتستسلم روكسي وبتغمض عينها، وهي كمان بتفكر انها هتموت بنفس طريقه والدها، ولكنها مش بتحس باي الم من هجوم التنين. لما بتفتح عينها بتصدم لما بتلاقي فيت واقف قدامها وبيحميها بدرعه، ومن شده قوه التنين بيتكسر قناع فيت،
وهنا بتشوف روكسي واخيرا بتعرف هويه الفارس ليتش المجهول واللي ما كانتش متوقعه تماما انه ممكن يكون فيت. ولاول مره بتشوف روكسي فيت وهو بالحاله دي وبتكون مستغربه وخايفه عليه في نفس الوقت، لكن وقتها فيت مش بيسيب لها فرصه للتفكير لانه بيقول لها هربي بسرعه من هنا واحمي نفسك وانا هحارب التنين. وبعدها بيجري فيت في اتجاه التنين من غير ما يسيب لها فرصه انها تعارض، وقبل ما فيت يواجه التنين بيلاقي نفسه في مواجهه نورثرن الاول اللي بيستخدم سيف الحسد اللي معاه عشان يقضي على فيت، اللي للاسف بتكون قوته ضعفت بسبب كل اللي مر بيه في المعركه دي، لدرجه ان نورثرن بيقدر يقطع دراعه اثناء المعركه، فبيقع فيت على الارض وهو حاسس بألم شديد، وده بيخلي نورثرن يحس بالانتصار ويجهز سيفه عشان يقضي تماما على فيت. وهنا بتحصل الصدمه لما فيت بيظهر من وراه وبيطعنه، وبيظهر ان اللي كان قدام نورثرن كان مجرد سهم الوهم، وان فيت فعلا ضحى بدراعه وسمح لنورثرن انه يقطعها عشان يوهمه انه المسيطر في المعركه، ولكن في اللحظه المناسبه بيهجم عليه وبيطعنه لحد ما بيموت. واول ما نورثرن بيموت بيتفاجئ فيت انه اتنقل لنفس المكان الابيض من تاني، وبرضه بتكون البنت اللي في جوهره الكاميرا واقفه قدامه، والمره دي بيسمع فيت صوتها وهي بتقول له شكرا ليك لانك قتلتني وانقذت الناس من شري، وانا اسفه لان مش هقدر اساعدك اكتر من كده. وقبل ما فيت يفهم كلامها بيلاقي الارض بتتكسر من تحته، وبيشوف بحيره دمويه كبيره فيها وحوش مرعبه، وبيقع فيت وبيكون خلاص هيقع في البركه، اللي بيعرف ان دي مهاره الشراهه اللي عنده، وان البنت دي هي اللي كانت مسيطره عليها من فتره كبيره عشان ما تاذيهوش، ولكن دلوقتي للاسف مش هتقدر تساعده اكتر من كده. وقبل ما فيت يقع في البحيره بيتفاجئ بايده بتشد وبتنقذه، وبيظهر ان دي ايد سلاحه جيرد اللي اول مره يشوفه بهيئته البشريه، وبيقول له جيرد لازم تفوق بسرعه ما بقاش معانا وقت. وفعلا بيفوق فيت مره تانية وبيلاقي انه لسه قدامه مواجهه التنين، وبمهاره التعرف بيقدر يعرف ان قوه التنين مش اعلى منه بنسبه كبيره، وده بيديله امل ان ممكن يقضي عليه، وعشان كده بيبدا فيت في مهاجمه التنين من كل مكان، وبرغم قوته اللي بدات تضعف وبرغم ايده اللي فقدها، والاهم برغم معرفته انه لو قضى على التنين مش هيقدر يسيطر على مهاره الشراهه مره تانية، الا انه مش بيستسلم وبيفضل يحارب في التنين لحد ما بيقسمه نصين وبيقضي عليه تماما. وهنا بيقع فيت على الارض وبيبدا ينزف ويصرخ من الالم، فبيعرف ان مهاره الشراهه دلوقتي بتسيطر على جسمه، وعشان كده بينقل فيت كل قوته اللي اكتسبها الجيرد بسرعه اللي بيتنقل للمستوى الرابع. وفي اللحظه دي بتوصل ماين اللي بتقول لفيت ما كنتش اتخيل ان انفذ وعدي واقتلك بالسرعه دي، فبيترجاها فيت انها تقتله بسرعه قبل ما يأذي حد، وفعلا بترفع ماين سلاحها وبتكون خلاص هتقتله، ولكن على اخر لحظه بتجري روكسي وبتلحقه وبتقول له انت ازاي عايز تقتل نفسك، ازاي عايز تموت وتسيبني. وقتها بيقول لها فيت ارجوكي سيبيني اموت قبل ما اذيكي، انا اسف انك شفتني بالحاله دي واسف اني كدبت عليكي وخبيت موضوع مهاره الشراهه اللي عندي. وساعتها بيتفاجئ فيت برد روكسي لما بتقول له انا متقبلاك باي حاله انت عليها، ارجوك تعالى معايا نرجع العاصمه ونعيش حياتنا زي ما كنا. والغريب ان كلام روكسي وتقبلها لفيت بحالته دي بتخلي الشراهه اللي في جسمه ترجع لمرحله السكون مره تانية، وبيرجع الضعف يتملك من جسمه عشان كده بيغمى عليه. وبعد فتره بيفوق فيت وبيلاقي نفسه نايم في اوضه غريبه، وقتها بتيجي ماين ومعاها اريس عشان تزوره، وبيعرف منهم انه نايم بقاله اسبوع كامل، وبترجع له اريس السيف جيرد مره تانية، وبتعترف له ان خطه قتل روكسي كانت من تدبير سلاح الحسد اللي مع نورثرن، وانها فعلا كانت ناويه تطبقها لكنها اكتشفت انها مجرد خطه ملهاش لازمه وعشان كده تراجعت عنها. وبعدها بتكمل كلامها وبتقول له بعد قتلك للتنين وانت اثبتت ان قوتك مميزه، وعشان كده احنا محتاجين مساعدتك عشان ندخل المملكه في عصر قوه جديد، وكمان هنساعدك انك تراجع ايدك المفقوده مره تانية، ولكن الاهم من ده كله انك لازم تمشي معانا دلوقتي وتبعد عن روكسي لانك خطر عليها، واحتمال مهاره الشراهه تتفعل تاني في اي وقت وما تقدرش تسيطر عليها. وقتها بيقتنع فيت بكل كلامها وعشان كده بيوافق عليه. في نفس الوقت اللي بنشوف فيه روكسي وهي بتشتري لفيت العنب اللي بيحبه، وبعدها بتروح له عشان تطمن عليه، وبتتصدم روكسي لما بتلاقيه مش موجود في الاوضه، وبتلاقي منه رساله بيعتذر لها فيها لانه مشي من غير ما يقول لها، وبيقول لها فيت في الرساله انا اسف اني اختفيت فجاه واسف اني خبيت عليك مهاره الشراهه، انا مضطر امشي دلوقتي ولكن اوعدك اننا هنتقابل مره تانية. ولما بتخلص روكسي الرساله بتكون متاثره جدا بسبب كل الصعوبات اللي اضطر فيت انه يعيشها لوحده، وبتفتكر روكسي اول مره تشوف فيها فيت لما كان لسه طفل وقاعد في الشارع بيعيط، واول ما بيشوفها بيترجاها انها ما تضربوش، وده لانه عارف ان كل الفرسان المقدسين قاسيين. وقتها بتزعل روكسي وبتعتذر له وبتقول انها بتحس بالحزن لانها فارسه مقدسه، وساعتها بتسمع صوت معده فيت وبتعرف انه جعان، فبتروح تشتري له اكل وبتسيبه ياكل براحته، وبتعرف منه انه ما عندهوش عيله ممكن تحس بغيابه. وقبل ما تمشي بيقول لها روكسي انها فارسه طيبه وبيشكرها لانها ساعدته، ومن يومها وهي متعلقه بيه لانه الوحيد اللي شافها بطريقه مختلفه عن كل الناس، وبتتمنى روكسي انها ترجع تتقابل معاه مره تانية وفي اسرع وقت. وبعد كده بنشوف فيت وهو بيستخدم السحر اللي اتعلمه مع اريس وفعلا بيقدر يرجع ايده المفقوده. اما روكسي فبترجع للعاصمه مره تانية بامان بعد ما بتخلص مهمتها اللي خرجت علشانها. وفي نفس الوقت ده بنشوف ميل وهي رايحه تقول لرافال اخوها الخبر اللي صدمها، وهو ان الفارس ليتش طلع نفسه فيت الخادم اللي كان عندهم، فبيسيبها رافال وبيدخل اوضته من غير ولا كلمه. وبتفكر ميل ان رافال متعصب من الخبر اللي سمعه، لكن الحقيقه ان رافال كان في قمه سعادته وبيقول انا مبسوط ان فيت خلصني من اخويا هادو، والظاهر كده ان في سر كبير ورا رافال ولسه محدش يعرف ايه السر ده. وهنا بينتهي الموسم الاول من المسلسل، وبكده بيخلص مسلسلنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل اشعاراتنا، ولو عجبك المسلسل قول لنا رايك في التعليقات.
سلام.